أول حاجة نرحب بالأستاذ والدبلوماسي والكاتب والإعلامي فتحي عثمان في ندوة حول الشأن الفلسطيني فيما يتعلق بالوضع الراهن في غزة ومواقف الاثنين المختلفة. فإن شاء الله نتمنى ندوة مفيدة وإضافة للوعي الجمعي. تفضل أستاذ قرمي. بمجمرتا كلنا كمن فلتو حاونا فتحي عثمان قاشا يكون النابز غزازي بزح زي بزح بوتاون اب راديو ايرينا يكون اب مراخبي وي اب محبراو مراخبي وين بزح زي صحفيو كمون كاب كلتس قاب ثلاثه زخون مصحفتكو انا ريلو له صحفاي دبلوماسي كمون كيلا قراوي حقن بوليتيكاوي سنفلتاتن مهور بوليتيكاوي سنفلتاتن يو لو مشيت أبزي أب كمتي أبتي بانر تتكع زلو مسانا كمسيو تكون تات حقشاو كما تات أب كزازلو المسوز تأساسري نجاراتن أتحيزو مسانا كمسمو خانو حسابو كهبن حساب كله المخانو انكو عبد حن مساكان بلوكم ونعخاتكم كل خاتكم سانا زلهم كل قدايكم اوزيفكم نزمشيت زي مسانا ختمسيو كم كلترو ابز زلهم مسغانا يبصحكم كم وين ابتي مراخب بزحان تكتاتلو لازلهم الأخوة والأخوات أحييكم كما أحيي ضيفي العزيز الأستاذ فتحي عثمان، هو كاتب ودبلوماسي وأيضا يعني له إصدارات كثيرة من الكتب، كما هو مختص في العلاقات الدولية وأيضا في الدبلوماسية. اليوم يحيي هذه الأمسية معنا ومعكم، وسوف يحاورنا ونحاوره حول الوضع الراهن في غزة وأشياء ذو صلة بهذه الأوضاع في غزة. أتمنى أن تكون أمسية جميلة وأن نستفيد منها ونخرج منها بفائدة، وشكرا. أما التعريف هو غني عن التعريف، ليس هو جديد في منصات التواصل الاجتماعي، أيضا في الصفحات الإلكترونية بيكتب كثيرا، هو أيضا له إصدارات قد نكون تبعناها. أنا على الأقل شفت 2 من إصداراته، لكن الإصدارات هي أكثر من ذلك. فلتفضل أستاذ فتحي عثمان. أهلا وسهلا، بمرحب بكم جميعا كل الأخوة والأخوات الحضور. سعيد بأنه أنا أكون معكم بعد فترة طويلة، ومبعث سعادتي أنه يعني الحضور أيضا كبير، ويحملني مسؤولية تقديم ما هو مفيد، خاصة في موضوع يعني مهم وعنده تداعيات تستمر يعني يوم بعد يوم، وأتمنى أنه أكون عند حسن الظن. فشكرا لكم أول جميعا، وأتمنى أنه أقدم مداخلات مفيدة ورؤية مختلفة لما هو حادث، بعيداً عن التجاذبات الإعلامية والشد والجذب، على اعتبار أنه كل صراع في أثناء يعني هيجان هذا الصراع تغيب الكثير من الحقائق، والمشاعر تطغى على التصورات الواقعية، ونحاول نعيد الأمور وإن كان من الصعب يعني إلى نصابة، ولكن على الأقل حتى يكون عندنا مفهوم نقدر يعني نأخذ وندي حول ما يجري هناك. بمجمريا سلامتا يقدمكم ون أنا لو مشيت حبوسي دحر نوح جزية مساخوم أبزي مسيء
ክማየጥን ክዘራረብን ነዚ ዓበይ ሓላፍነት ዘሰከምኩምኒ ድማ ክንድቲ ዘሰከምኩምኒ ሓላፍነት ኮይነ ክርከብ ተስፋ ይገብር እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ስለዚ ክበቕዖን ክንድኡ ኮይነን ከቕርቦን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ምስ ናይ ሎምን ምስ ዝመፅእን ከርእዮ ዝኽእል ምስሓባትን ብዙሕ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝከኣለኒ ገይረ ከቕርቦ እየ شكرا أستاذ جرماي ودائما أنا بسعد بترجماتك اللي يعني دقيقة وجميلة يعني في البداية الحقيقة الجغرافيا والتاريخ وكل المعطيات تشير إلى أن نحن كإريتريين ماضيا وحاضرا ومستقبلا نتأثر بالصراع في فلسطين بشكل خاص تأثرنا فيه في الماضي نتأثر فيه في المستقبل وحاضر أيضا نحن نتأثر به وهذا جزء من طبيعة موقعنا الجغرافي جزء من طبيعة جغرافيتنا جزء من المؤثرات الدينية والثقافية وهذه كلها يعني معروفة بالنسبة لنا وما في يعني ما يستدعي الحديث عنها رغبة في الاختصار على كل هذا الصراع يعني هو الأعمق والأكثر تشابكاً في الصراعات الدولية بمعايير العلاقات الدولية. العلاقات الدولية تضع الصراع العربي الإسرائيلي كواحد من أكثر النزاعات المتشابكة الذي تتداخل في عوامل الدين والحضارة والصراع بين الإمبريالية والاستعمار وبين المقاومة والاحتلال وبين كل العناصر حتى عناصر التاريخ الماضي والآفاق المستقبلية بحيث أنه في كل مرة من المرات يعني في مرحلة تاريخية هذا الصراع يلقي بظلاله على المستقبل لذلك نحن نتحدث عن صراع يعني شكله أو دخوله لحيز العلاقات الدولية بدأ تقريبا من 1917 بالوعد الذي قطعته بريطانيا على لسان وزير أو رئيس وزراء آرثر بلفورد لليهود بأن يكون لهم وطن قومي في فلسطين وكان هذا تعهد بريطاني مرتبط بتمويل الأغنياء اليهود لبريطانيا لها في الحرب العالمية الأولى وكان هو محاولة من بريطانيا لرد الجميل الذي يعني يطوق عنقها لكن أعطت لمن لا يستحق حقوق الغير يعني ونحن نتابع الآن يعني تداعيات هذا الوضع وهذه حقيقة ممكن تاريخية لا نختلف فيها كثيرا تعتبر مدخل ربما هي بسبب أنه الآن مضى عليها ما يزيد عن 100 عام وهذا واحد من عوامل تشابكات هذا الصراع እዚ ጉዳይ እዚ ጂኦግራፊካውን ታሪኻውን ምትእስሳራት ኣለዎ ንሱ ድማ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ንዓና ኣብ ታሪኽና ሕሉፍን ንዘሎ ንመጻእን ከም ዝጸልወና ንርኢ እዚ ድማ ብምኽንያት ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣናን ከምኡ እውን ኣብ ሃገርና ናይ ዘሎና እምነት እዩ እዚ ጎንፂ እዚ ኣብ ዓለም እውን ብዙሕ ልሕልኽ ዘለዎ እዩ ናይ እምነት ናይ ስልጣኔ ናይ ረብሓ ምስኡ ዝተኣሳሰረን ሕልኽልኻት ሒዙ ዝመጽእ ቃልሲ እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ስጋብ ንመጻኢ እውን እንተኾነ ብቐጻሊ ዘንጸላልዎን ሕጂ ዘንጸላሉ ዘሎ ንመጻኢ እውን ዘንጸላልዎን እዩ ምክንያቱ ከዓ ካብቲ ታሪኻዊ ኣበጋግሱ ይጅመር ኣብ 1917 ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ወይ ኣብ ከባቢ ካልኣይ ውግእ ዓለም ቃል ኪዳን ባልፎር ካብኡ ይጅምር እዚ ከዓ መንግስቲ እንግሊዝ ነቶም ሃፋትም እስራኤላውያን
اب اسرائيل مالت اب زنايلوم اسرائيل ناتوم هاجراوي ناتوم هاجر وي ناتوم دولة كهلوهم قال زاتوتلهم ايو اذا خا بمخنيات اتي زيونن زي قبؤن بزهابو وعل زتفتره تاريخ راوح لخلخات ايو تاريخاوي هياب ايو እዚ هياب እዚ خا ብዙሕ ለኽልኻት ፈጢሩ ኣብ ዓለም ስካብ ሕጂ ካብቶም ብዝለዓለ ኣብ እምነት ኣብ ታሪክ ኣብ ረብሓ ኣብዚ ኩሉ ተኣሳሲሩን ተሓላሊኹን ዝኸይድ ቃልሲ ብምዃኑ ፍጹም ናይ ዓለምና ሕልኽልኽ ዝመልኦ ቃልሲ ምዃኑ ይፍለጥ። المقدمة هذه كانت مهمة على اعتبار أنه الجولة هذه من الحرب في غزة تجاه من إسرائيل تجاه حماس وامتداداتها نحو سكان غزة بشكل عام هي جولة ضمن هذه السلسلة الطويلة من الصراع. وتابعنا ما حدث يوم السبت أو يوم 7 من أكتوبر بقيام كتائب القسام بمهاجمة نقاط إسرائيلية ومستوطنات والقضاء على بعض الجنود، وأيضا إصابة بعض المدنيين في هذا الهجوم. وهذا الهجوم فتح التبعات الأخرى، وإن كان هو ليس البداية باعتبار أنه ما سبقه في الأسابيع الماضية كان هو قيام المستوطنين بالدخول إلى القدس وطرد المصلين منها والمواجهات بينهم بدعم من الشرطة والسلطات الإسرائيلية. يعني باختصار أنه يعني في سلسلة متواصلة من العنف هي يعني تشير إلى أنه ما يصل إليه هذا الوضع هو سلسلة طويلة تمتد يعني من 1948 ما يسمى في إسرائيل بحرب الاستغلال أو الحرب العربية الإسرائيلية الأولى إلى اليوم. عندما سئل، يعني أنا أحاول أقدم بعض التداخلات أو المداخلات، سئل وزير المالية اليوناني يانيس فيروفاكيس، ويانيس فيروفاكيس هو عضو البرلمان اليوناني حتى 5 شهر مايو الماضي، وكان هو وزير المالية في 2015. وهذا الرجل عندما سئل عن هذا التطور الذي حدث قال أنه هجوم يوم 7 أكتوبر هو جزء من سلسلة من تاريخ طويل ودامي، وهو نتيجة تحويل غزة إلى أكبر سجن في العالم في نظام تمييز وحرمان من كل الحقوق. ويعني يقول التلازم طول الحرب مع هذه التبعات وهذه التطورات، يعني أنها يجب أن لا تفصل مما سبقها، يعني خاصة المعاملة التي يعني كانت تخضع لها غزة وعدم تحرك المواطنين إلا في معابر الكهرباء والماء والتمويل أيضا محصورة، إضافة إلى الحروب التي تتكرر، خاصة الحرب التي سبقت هذه الحرب. هنا عاوز أنا أدخل عبر محاولة طرح أسئلة وإجابات. يعني هذه الأسئلة والإجابات أرجو أن تكون هي محور هذا. هل السؤال الأول هو لماذا لم تحظى إسرائيل بالسلام منذ عام 1948 حتى الآن؟ 1. 2. يعني هل هذه الجولة الأخيرة من الحرب والتي صرح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بأنها موجهة للقضاء التام على حماس، وأن المنطقة ستشهد تغيرات يعني سياسية ستكون لها ما بعدها، أي أن المنطقة ستتغير تماما عما كانت عليه؟ هل هذا هو ما سيحدث؟ هذه الندوة ستكون محاولة للإجابة عن هذا السؤال ولكن بمنظور مختلف، وأرجو أن تكون مفيدة. እዚ መእተዊ ሕጂ ዝጠቐስክዎ ኣገዳሲ መእተዊ እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት
ሓደ ዙር ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ሓደ ዙር እዩ እምበር ንበይኑ ሕጂ ዝተፈጥረ ዙር ኣይኮነን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ዙር ብዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ንሱ ድማ ሓማስ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝኸፈተቶ ሓደ ዙር ናይቲ ቃልሲ ናይቲ ምስሕሓብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዚ እውን ብቐንዱ ካብቲ ንሳ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዘይኮነ ዝብገስ እዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ስጉምቲ ካብኡ እዩ ዝብገስ ንሱ ድማ ኣብ ቁዱስ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዝተኸፍተ ኣብቲ ናይ ስግደት ቦታታት ኣቲኻ ብመንግስቲ እስራኤላውያን ወይ ብወታደራት ፖሊስ እስራኤላውያን እናተሓለዉ ኣብቲ ልዕሊ ኣብ ሰገድትን ዝፈፀምዎ ነገራትን ካብኡ መበገሲ እዩ እውን ይኸውን ስለዚ ንሱ ብዓንደ ርእሱ ተነፂሉ ከም መበገሲ ዝተወስደ ዘይኮነ መብልሲ ግብሪ ናይ ተመሰለ ግን ናይ ተወስደ ስጉምቲ እዩ እዚ ግን ሓደ ካብቶም ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ ዝርአናዮም ተኸታታሊ ዙራት ናይ ቃልሲ ሓደ ካብኡ እምበር እቲ ናይ መወዳእታን ወይ እቲ ናይ መጀመርታን ኣይኮነ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ኣብ ዝሓለፈ ስጋብ ዝሓለፈ ሜይ ወርሒ 5 ናይ ግሪክ ወፃኢ ጉዳይ ዝነበረ ያኒስ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ስለምንታይ እዩ ዝምስሓብ ከም ዝኾይኑ ወይ ዝምስሓብ እዚ በዚ ደረጃ እዚ ስጋብ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ኢሉ ኣብ ዝተሓተተሉ መንቀሊኡ እዚ ንገዛእ ርእሱ ቃዛ ናብ ሓደ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝተለወጠ እዚ ንገዛእ ርእሱ ከም ውፅኢት ናይዚ ኣብ ልዕሊ ዞም ሰባት እዚኣቶም እንትርፎ ዝተወሰነ ናይ ማይን ናይ ቅፅዓትን ምርካብ እንተዘይኮይኑ ካልእ ፈፂሙ ኣብ ዕፅዋን ክባን ብምእታዎም ዝመፀ ምክንያት እዩ ይብል እምበኣር ኣነ እዚ መእተዊ እዚ ገይረ እዚ ናይ ሎም ምሸት ብሕቶን መልስን ግን ከዓ ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮረ ሕቶን መልስን ኮይኑ ይቕፅል እሞ ኣብኡ ከዓ ነቲ ጉዳይ ከነስፍሖ ይደሊ ከም ሕቶ ከነልዕሎ ዘለና ስለምንታይ እያ እስራኤል ስጋብ ሎሚ ካብ እትምስረት ስጋብ ሎሚ ብሰላም ክትነብር ዘይትኽኣለት ኣብቲ ቦታ እውን ስለምንታይ ሰላም ክፍጠር ዘይከኣለ እዚ ናይ ሕጂ ንሓማስ ፈፂምካ ንምድምሳስን ኣብቲ ቦታ ብዝወስድዎ ወታደራዊ ስግምቲ ሓደ ሓድሽ ኩነት ሰላም ክፈጥር ዝኽእል ኩነት ንምፍጣር ዝብል ዛዕባዊን ብንያሚን ናትንያሆ ካብ ዘልዓሎም ወይ ዕላማታት ካብ ዝሕጂ ዘካይዶ ዘሎ ውግእን እውን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘተኮረ ሕቶታት ብምልዓል ነዚ ጉዳይ እዚ ከነስፍሖን ነዚ ጉዳይ እዚ ክንመሃረሉን ክንመያየጠሉን ንኽእል ዝብል እውን ተሎኒ ስለዚ ኣብቲ ከም መእተዊ ዘቐመጥክዎ ሓሳብ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ሕቶ ክለዓል ተስፋ ገብር افتح المايك استاذ فتحي غير مسموع انت عفوا ايوه شكرا لك بالنسبه للموضوع هذا طبعا باعتبار انه هو موضوع صراع بين ارادات سياسيه وشعبيه وثقافيه وكذا هذا صراع الارادات يعني يقع ضمن التاريخ واحد وضمن الدبلوماسيه وضمن حدود القانون الدولي سواء شاء الأطراف أم أبوا هذه هي المواضع أو الأرضية التي يدور فيها هذا الصراع أرضية المصالح الدولية أرضية الثقافة الدين التحرر والاحتلال وأيضا القانون الدولي والدبلوماسية والتفاوض وعدم التفاوض والحرب كاستراتيجية من أجل تحقيقه وبما أن القانون الدولي يعني حتى في أثناء غيابه وعدم التزام الأطراف به خاصة الطرف الإسرائيلي الذي يجب أن يلتزم بالقانون الدولي ولم يسجل أي التزام مثلا حتى بإشارات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يجب الإشارة إلى أنه وهذا تأكيد مهم جدا أنه استهداف النساء والأطفال
وكبار السن في أي حرب محرم دوليا. محرمته الشرائع الدولية، وبنت القانون الدولي الإنساني سواء كان نتعامل به أو لا نتعامل به. كل اتفاقيات جنيف تحرم الاعتداء على المدنيين وتحرم الاعتداء على المنشآت المدنية، يشمل ذلك المدارس والمستشفيات، محطات توليد الكهرباء والمياه، وفي نصوص واضحة لهذا التحريم. لذلك نحن نعتبر كمدخل أساسي أنه لا يجوز لأي طرف من أطراف الصراع هذا الذي يدور حالياً استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بموجب الشرائع والقوانين وبموجب الأخلاق نفسها. ولأنه هذا أيضاً يحول الصراع، ما يعني هناك فيلسوف يقول أن الحرب ليس فيها منتصر وخاسر، بل فيها من تبقوا، يعني من لم يموتوا. الذين لم يموتوا يحملوا أضغان الحروب وتأثيراتها بأنهم ربما مع الاستهداف للمدنيين خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي، إلى نتيجة أنه نحن كما يقتل أبناءنا يجب أن نقتل أبناءهم. الوصول إلى هذه القناعة من أي طرف، يعني مثلا حصل يوم السبت الهجوم الذي تعرضوا فيه بعض المدنيين إلى القتل، أن تقوم إسرائيل بردة فعل مضاعفة، وليس فقط أن تكون الآلة العسكرية هي الطرف، لكن أن ينشأ فهم عند الناس أنه ما دام هم قاموا بقتل أطفالنا نحن نقوم بقتل أطفالهم. هذا يضع الصراع ويضعه يعني في موضع يعني من الصعب التعامل معه، على اعتبار أن الانتهاكات تزيد، وهذا ما يحدث حاليا وما نشاهده. وأنا سوف أخطو معكم خطوة خطوة في النظر إلى بواعث هذه الأشياء، ولكن أؤكد مرة أخرى أن تحريم التعرض للمدنيين يعني يجب أن يكون هو يعني قاعدة يلتزم بها كل الأطراف، ليس في هذا الصراع فقط، في كل صراع، في كل صراع وحرب. وعليه سنشاهد لماذا لا يتم الالتزام بهذا ضمن هذا الصراع. أزي قال سزي بوليتيكاون ناي ربحان كمون ناي تاريخن ناي دبلوماسين كله زتأساسر قالسي كمون قالسي ناي امنتن ناي حرنتن إيو. سلازي بمنصر أهجراو حقي أب كله ناي زلون زتبينرلون بمنصر أهجراو حقي زتحسي انت دارينا تي ناي إسرائيل دولة إسرائيلية وهجر إسرائيلية مخنياتو نتي كاب حبرات منجستات يكون كاب هجراو حقو يكون زوردة مالت حقتات نسخة بقندو أنصار دقنستيون هساناتن أرجاويانن كم إنسبيلاويانن أبتي أمونغو خلتو توم تفاننتن تقالستن قداي كو يكونون كي يقتلون نزبل تحسد سقاب حجي النار أيضا قصر زلوي زوين أبتي زحالة فنيات كابزر إنايو حدا مرأيا ناتو يو مالت زخونا يخون وقع بمنصر أهقراوي حقي سيبلاوين كمون ناي سيبلاو تحت أقوامن كم من جماين ساعاتن وزت إذا أمثلوا نجارات إذا أتوم بزخونة يكون كابتوم أبتي جونس زلوا يخابوا بزخونة يكون كابتوم تجوانستي أبلع لزي أتوم تحستن عنوتن مفسام أهجر حوز أهجر مالت أهجراو حق متحسن بأهجراو حق زحتتن مخاني. سلازي بمسرته ني سبعاوي مسلات وي مسرتاوي سبعاوي مسلات أبلعلي متحسن نزت حسكاخا أبلعلي سبات سف زي بال عنوت ناي هوت يخون ناي نبرت مورات إيو.
ኣብዚ ውግእ እዚ ገለ ፍላስፋታት ከም ዝብልዎ ውግእ ሲ እቶም ዝተረፉ ወይ ሰባት ካብቲ ውግእ ዝተረፉ ሰባት ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ይብል። እዞም ዝተረፉ ሰባት ግን በቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደን ኣብቲ ውግእ ዝተገብረ ቅም ሒዞም ስለ ዝኸዱ ድማ እዚኣቶም ንገዛእ ርእሶም ነቲ ውግእ እንደገና ክቅፅል ካብ ዝገብርዎ ምክንያታት እዮም። ስለዚ ሰላማውያን ብዝኾነ ይኹን ምክንያታት ኣብ ልዕሊኦም እንተደኣ ደቆም፣ ህፃናት፣ ኣዴታቶም ከምኡውን ኣሓቶምን ኣሕዋቶምን ኣብ ቅድሚኦም ክቅተሉ እንተደኣ ሪኦም እቲ ሒዞሞ ዝወፁ ካብዚ ውግእ እዚ እንተደኣ ተሪፎም እቲ ሒዞሞ ክወፁ ዝኽእሉ ቂም ኣነ ከምቲ ህፃናተይ ዝቀተሉለይ ከምቱ ኣንስተይን ኣረጋውያነይን ሰላማዊ ህዝበይን ዝቀተሉለይ ኣነ እውን ዘይቀትለሎም ዝብል እዩ ዝፍጠር። ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ውግእ ሸነኻት ዝፍጠር ንሰላማውያን ግዳይ ምግባርን ሰላማውያን ኣካል ናይ ዝውግእ ዝጌርካ ምቕታልን ብሓያል ብሰብኣዊ ብሓያልን ብሰብኣውነትን ብመንፅር ኣህጉራዊ ሕግን ክኹነን ዘለዎ እዩ። መን ይግበሮ ብዘየገድስ። افتح المايك استاذ فتحي. اسف انا اللي سكرت عليك. يبدو انه هو يقفل الاوتوماتيك ولا لا انا كنت بقفل وما انتبهت انه لك. اوكي طيب. انا حاشارككم هذا الحوار بالاعتماد على رؤية من داخل إسرائيل. رؤية من داخل إسرائيل يعني هذا هو الشكل المختلف الذي سوف أتناول به هذه الندوة، باعتبار أنه يعني الشكل المتوقع هو أن يكون واحد من الخارج ينظر إلى الوضع هناك، ولكن أنا سوف أنظر إلى أتناول هذا الموضوع برؤية من داخل إسرائيل. هذه الرؤية قائمة أو اجتهادات تفسيرية لمجموعة من المؤرخين وعلماء الاجتماع والصحفيين الإسرائيليين المعروفين باسم المؤرخين الجدد. يعني أشارككم هذه برؤية وتفسير للصراع العربي الإسرائيلي ومجرياته بوجهة نظر مجموعة من الأكاديميين وهم مؤرخين وعلماء اجتماع وصحفيين معروفين تحت اسم المؤرخين الجدد. المؤرخين الجدد هذه المجموعة ظهرت في إسرائيل في ثمانينات القرن الماضي، في الفترة من 1985 لحد بداية الألفينات، وهذول المؤرخين في الأساس هم إسرائيليين، وظهورهم كان بسبب أن إسرائيل رفعت الحظر على المستندات. يعني هناك فترة كانت حوالي 40 أو 25 سنة أو كذا تفرضها بعض الدول على الأرشيف والمستندات السرية، وعندما تفتح هذه الدول المستندات هؤلاء المؤرخين يجدوا فيها كمية من الوثائق اللي ممكن تساعد على إعادة كتابة التاريخ. وهؤلاء المؤرخين بدأوا بهذا الشكل، أنه يتساءلوا حول منشأ الدولة الإسرائيلية والحركة الصهيونية وكيفية التطور التاريخي والعلاقة بالتحديد مع العرب، خاصة جانب الصراع العربي والحروب مع العرب، إضافة إلى النظرة إلى العرب. السبب إضافة إلى حصولهم على كمية من المواد الأرشيفية التي تساعد المؤرخين بما يسمى كنز المؤرخين. يعني كل مؤرخ يسعد بأنه يجد كمية كبيرة من الوثائق تم الإفراج عنها وتتكشف لديه حقائق جديدة. إضافة إلى هذا الكنز، تلقى أغلب هؤلاء دراساتهم في الخارج، يعني هم درسوا في جامعات في الخارج ومزجوا بين دراستهم في الجامعات الإسرائيلية وخروجهم إلى
الخارج، بحيث أنه عندما أصبحوا في الخارج أصبحوا ينظروا إلى بلدهم بمنظور مختلف على عكس ما كانوا هم موجودين في الداخل. يضاف إلى ذلك في هذه الفترة كانت هناك الفلسفة الفرنسية ما تسمى ما بعد البنيوية أو ما بعد التفكيك، ما بعد الحداثة. هؤلاء المفكرين وعلماء الاجتماع والمؤرخين تأثروا بأفكار هذه المدارس الفلسفية، وبدأوا يعني يستخدموا أدواتها في محاولة فهم التاريخ الإسرائيلي وإعادة كتابة تاريخ إسرائيل. وهذا تطور مهم جدا. وهؤلاء يعني لو كتبت المؤرخين الجدد ستجد كتب ومقالات وأيضا مجموعة من المادة المتوفرة حول هذه المجموعة. يهمنا من هذه المجموعة حسب يعني موضوع الندوة مؤرخين اثنين، أو هم يمكن الإشارة إلى أنه في مؤرخ عراقي يهودي اسمه آفي شاليم، وآفي شاليم هو أصلا من مواليد العراق وحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، وهو زميل في الأكاديمية البريطانية، وعنده كتاب مهم جدا هعتمد على بعض أو أفكاره في هذا اللقاء. وهذا الكتاب اسمه الجدار الحديدي العرب وإسرائيل، وهذا الكتاب Iron Wall Arabs and the Israelis صدر سنة 2000. وهو الرجل هذا لا زال يدرس في جامعة أكسفورد ويعتبر حجة وسند ومرجع في القانون الدولي. هناك أيضا أستاذ آخر ينتمي إلى هذه المجموعة اسمه إيلان بابي. إيلان بابي هو أستاذ التاريخ في جامعة إكستر البريطانية، كان في إسرائيل وغادرها ومستقر في بريطانيا. من ضمن الناس اللي قد أشير إلى بعض أفكارهم أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب واسمه شلومو ساند. شلومو ساند هو أستاذ التاريخ الأوروبي في جامعة تل أبيب حتى الآن، وهو من الجيل الثاني من هؤلاء المؤرخين، وعنده كتاب اسمه اختراع الشعب اليهودي The Invention of the Jewish People. شلومو ساند. وشلومو ساند عنده رؤية لتفسير مشاكل إسرائيل وتعاملها مع المحيط. هؤلاء المؤرخين اللي حنستعين ببعض أفكارهم في فهم طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي. نحن عندنا تصوراتنا، معلوماتنا وكل شيء، لكن أحاول أن أدخل هذا اللقاء بتناول وجهات نظر مختلفة تساعدنا النظر إلى هذا الصراع بشكل مختلف. والأساس هو العمل النقدي في فهم شيئين: تاريخ إسرائيل، قيامها كدولة، علاقاتها مع العرب وصراعاتها العسكرية. وهذا مرتبط بالذهنية، كيف ينظر الإسرائيليين المؤسسين للدولة لدولتهم ولعلاقاتهم في الجوار ولمستقبلهم في المنطقة. وهذا ما نعاني منه الآن. يعني لماذا أنا أخذ هذه أو أرجع بكم إلى هذا التاريخ؟ لأنه ما نشاهده الآن هو تجلي حقيقي لهذا الفهم. وأعتقد أن أفضل من تناولوا هذا الموضوع هم المؤرخين الجدد، وبعض منهم ينتمي إلى اليسار الإسرائيلي، وبعض منهم مقاوم للصهيونية، والبعض منهم يعتبر في إسرائيل يعني كخارج يعني أو معادي لإسرائيل. هذه الوجهة نظر تساعدنا على الأقل في حسب فهمي تقديم رؤية مختلفة لوجه الصراع. هناك نقطة أود الإشارة إليها بشكل عابر، أنه بعض العرب ينظر بريبة إلى هؤلاء المؤرخين ويقول يجب عدم الوثوق بهم لأنه في الأخير هم إسرائيليين. البعض الآخر يقول لا، هم إسرائيليين لكن يقدموا شيء مختلف لذلك يجب الاستماع عليهم. والبعض الآخر يرى أن هؤلاء يحاولوا يكفروا عن الذنوب والآثام والشعور بالذنب
لدى الإسرائيلي بشكل عام ويحاولوا يقدموا رؤية جديدة. أيا كان الوضع ووجهة النظر يظل ما يقولونه هو مهم، وأعتقد أهميته بالنسبة لي في هذه المداخلة يعتبر كنقاط يمكن الاعتماد عليها في تفسير ما يجري حاليا، وهذا يعني سبب اهتمامي بأن أقدم شيء مختلف في هذه المداخلة. أملاخي حق زننا زخل زي كبلو قدامي نجر أنا مأتوي أين أبز قد دايزي بليز بالك خوني ونستدم أبكندي دقيق عب إسرائيل كوينة بدقة كوينة زم متوقع وشتي إسرائيل كوينة متوقع زد ما الكوبات مالت حدشتي الرختي كم زتنتنو كابتناتهم تنتناتات تبديسة إيه كريو زغنتات زوم حدشتي الرختي نبلوم زلنا خافش عن شو بعد شعات تميتن سمانيان حمشتن سقاب كل تشحن زنبرة جزية زترأيو حدشتي الرختي يوم إزي أتوم دما حدا بمخنيات اتين عسران حمشتن عمد تعبيتو زنبرة سندات نساس الزخونة بزوح نزل ناي سندات تاريخ زي بمرآيو من بمدهساسو من اتي سيوناوي من قسقاسن اب مثارارتون نزي كله ترئيون كبصحوان سلازخالو بزوح حقتات وين كرخبو سلازخالو ابز حقتات زي تمركيسوم مهور زخونه رئيتهم كابز ربويهم ازياتهم بخال وجنوين اب وصاعي كيدوم سلاز تمهروين مستينا وصاعي تمهرت التحاحيزهم بفلاي دحرتي ناي دحر حداسيه فلسفنا زنبره ناي فرنسا از كابز كله تتقيمون اندغينا مستزرخبون حقتاتن مستي أبدأ وصيام زرخبو ناي تاريخ تمرتن أفلوتون تنتنان فلسفنان نظام حدثت ترخت زياتهم بعد كابتين الساتهم زقربوه كابتين الساتهم ز نحد مالت كلوس زقبروا حقتات تختيلتا إيه أنا كقربو زدلي نظام حدثت ترخت انتدا تختيلنا قال أسمات نختكس أبي شلوم عراقاوي يهوداويو أب أهجراوي زمدنا أب إكسفورد ممهر زخونيو أتي حسيناوي مندق أب تحت زبل المصحفو بزوح نايزو إسرائيل عربن مسحاباتون أبو أسفيرو كم زركب بزوح حقتات الله إيلان بابي زوين أب عد إنجليز زقمت ممهر ناي تاريخيو نسوين أم مصحفو ممهاز حزب إسرائيل أفتح تزبل وين أسفيروه خمس ركب إسرائيل تزلوا شجرن نايزي أتوم حساب كنوسدن كلنا نزك على السزي ويتنساتهم أمس يموزلو نزك على السزي أم مساسون أفتات رؤون زفترو شجرن بمنصر ناي تاريخ كن رئيو نخيل إزي لو من رئيو زلنا بقى كابزي ناتاتهم صحفات تبقسنا أبو بزح كنفلتن كنبلن نخل نمنتاي كم يخون كميل يوزم الرددا أزي تفتيرو نمنتاي يوزم الحابزي أبزي درجة زبس يحون زبل أب وشتي إسرائيل كنفلتان نخل بار أزي النابلكو وي نايزي أتوم زقربوا حقتاتن كابتي تقبيرو زنبري مخا قلوز زخونه سنداتن نابناي كم سندات تاريخ أقربهم مزلو تمركزنا إنا نزيناي لومي كاوشت إسرائيل كريول لني كاب دجزي يكونه أوشتو من تايب لزبون قال بقار إذا خمسين إلى قبلهم كله إلى قال عرب نزياتهم وين بستفعل بخال ملك يريوهم قال آتهم زياتهم ولا زبلون تبلو إسرائيلاويان يوم إسرائيلاويان مخانهم سلزي ترفهم سلزي بعين متقاري المتوم مالتيو كمون قلياتهم كأ زياتهم كإمانو يخلو يوم سلزي زي قال زي زهبوا زلو ناي تاريخ حقتات كن وسدو يقبأنا خبلون كله بسال سايشة نخدم ما زياتهم نتيجة تقبري ويم بقايهم نزخونو نمدق قاسم
ኢሎም ዝገብርዎ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን ዝብል ኣተሓሳስባታት እውን ኣሎ ስለዚ ኣነ ሎሚ ዝሪኦ ካብዚ ናይ ውሽጢ እስራኤል ተበጊስና ንእስራኤል ምርኣይ እስራኤላውያን ብዛዕባ እስራኤል እንታይ ይብሉ ካብ ዝሓቂ ዝኽብገስ ይደሊ نواصل وأقول أنه نبدأ بأفي شاليم. أفي شاليم في كتابه الجدار الحديدي Iron Wall يتناول أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسرائيلي وهو زئيف جابوتينسكي. زئيف جابوتينسكي مولود في الاتحاد السوفيتي السابق ويعتبر من مؤسسي دولة إسرائيل. جابوتينسكي عنده نظرية حول تأسيس إسرائيل. يعتبر هو زئيف جابوتينسكي يعتبر مؤسس اليمين الإسرائيلي وبالتحديد حزب ليكود الذي يعني يعتبر على رأس السلطة الآن. ولماذا يعني ما هو تاريخ الاعتقادات والممارسات لهذا الحزب الحاضر وعلاقتها بالمؤسس. هذا الرجل عنده نظرية اسمها الجدار الحديدي أظهرها سنة 1920 ودرسها أفي شاليم وقال أنه هذه النظرية أنه نحن منفصلين عن العرب ولا جامع بيننا وبين العرب والعرب هم سياسيا يعانوا من الاستبداد وثقافيا من التخلف ونفسيا من اللامبالاة والتبلد ويجب أن لا يكون لنا علاقة بهم ويجب أن نكون أعلى منهم ويجب أن يكون هناك حاجز بيننا وبينهم كجدار حديدي ويجب على إسرائيل أن تستخدم العنف اللازم في أنها تكسر شوكة العرب واحد وبكسرها شوكة العرب تجبرهم على القبول بإسرائيل القوية. يعني المهزومين من العرب سوف يؤمنوا بأن إسرائيل واقع لا محالة لتغييره وعليه سيقبل بالسلام. وهذا له علاقة بالسؤال اللي سألناه لماذا لم تحصل إسرائيل على السلام منذ عام 1948. وهنا يعتقد أفي شاليم بأنه الفهم هذا تم توريثه داخل حزب الليكود بحيث أنه أصبح تقليد إسرائيلي لمؤسسي وقادة هذا الحزب بمن فيهم آخر من قيادات هذا الحزب هو بنيامين نتنياهو واللي حنشوف نحن كيفية تبنيه لهذه الأفكار اللي بدأت في العشرينات. ويشير أفي شاليم أنه منظمات الهاغانا والإرغون هذه يعني ميليشيات إسرائيلية مسلحة قامت في نهاية الثلاثينات والأربعينات بارتكاب مجازر ضد العرب بسبب التفوق في الأسلحة وكانت أهم المجازر في تلك المرحلة مجازر دير ياسين ودير البلح والمناطق إلى أن جاءت الحرب سنة 48 وتم تهجير من يعرفون الآن بعرب 1948. هنا تأسست فكرة أن تكون إسرائيل منفصلة عن المحيط المتخلف المحيط البربري كما أشار وزير الدفاع قبل يومين قال نحن نحارب حيوانات وكذا. هذه لا تخرج عن النظرة القديمة المؤسسة في السيلف بيرسبشن أو النظرة إلى الذات والآخر في العلاقات أو في هذا الصراع والتي تم تأسيسها في تلك الفترة. ومن هنا تأسست فكرة أن تكون إسرائيل قلعة عسكرية حصينة لها حق الدفاع عن النفس. لماذا؟ حق الدفاع عن النفس لأنها في محيط معادي ومختلف ويجب أن يكون هناك جدار وهذا الحق عن النفس هو ما يخولها أن تمارس أقصى درجات العنف. ومن هنا تجد نقطة مهمة جدا يمكن تفسر ما يحدث حاليا أن الإرغون والهاغانا بقيادة موشي ديان والعسكر الذين كانوا في تلك الفترة ومن ضمنهم مناحيم بيغن الذي كان
رئيسا للوزراء ووقع اتفاقية السلام مع مصر سنة 79 أسسوا لفكرة أن الدم الإسرائيلي يختلف عن الدم العربي بناء على أفكار جابوتينسكي، وأن حق الدفاع يكفل لهم إذا قتل مواطن إسرائيلي واحد أن يقتل 100 من العرب. إلى أي مدى تطور هذا الموقف سنراه في الصراعات الأخرى. بأبيشالون كجمر أبيشالون حسيناو مصحفو أبزبل مصحفو مالت زئف جنافيد زبهال مسراتي كاب نايلومي إسرائيل زخونة يمناوي إسرائيل من حزبي ني سلفي ليكود وين تابتناتو زتمسرته خوينو إذا سبزي امنتو تمكرون مالت نحنا عربن فصوم زراخبنا يبلنا نساتهم دحورات دكتور كم انسسات وصورو دحورات إيلو سلازي نحنا أب حيلن نعتاتهم سلام كنركبن انت دا خوينو حيلهم سيرنا أب احتفصهم كسارنا آتيرنا كننبركهم انت زي كوينو مساتهم بسممعن بالزبن كنزاراربهم لا يكونوا مخنياتو كم انسساتات يوم نقصورو امبار ازي اتحساس بازي نايزي اف جنافيد دحيرو لمدن باهلن ناي سلفي ليكود كوينو ازي لومي بمنيامين نتنياهو زمرح زلو سلفي نزي اتحساس بازي تبكيسو كله نتأب كبابي خازلو نعخا زي يمثل دحور انسسا بحري زلو سلازخونه نعو اطفي كان اداخيم كان راحيكا كنبر كاب تخيل سلازي ازي ابشحن شعتم انتم اسران زجمره ناي هاغانان اوغانان زبهالو ماليشياتات اب لعلي اتم نايت بوتا تقمطو اب لعلي اتم فلسطيناويان ابشحن شعتم 30 زوردي محرتي ناي أبدير ياسينين أبدير بلحن زفصمو نزي تختيلو خاب شحن شعات 140 شمونتن اتي زترخبه ناي إسرائيل كابت بوتاتاتي دفيقا ناي موسى من ناي مبرارو من ترأيو امبار ازي اتوم نحنا كم اتوم ايكونان انسساتات ايوم نحنا نقدم زلونا من انسساتات زبل أبهلاوين أبزت مالي سمعنايو ناي إسرائيلاويان ناي وتهدراويان قال وهاب قال كابزبولو وي وصاي وي كابزبولو كنردان خل سلازي كابزي اتحساسبا زي تبغيسون بارتناي ليكود اتحساسبا كابتي زي اف جنابيت كابزبغسو يمناوي اتحساسبا إسرائيل حنتي وتهدراوي عردخت كون الله يا مخنياتو أبز فلوي كبابي سلتنبر عقمو عقمو زحلفو وتهدراو سقمتي إنا وسدت راحياتا تنبر كابز التحساسبة تبديزهم سقاب زي حجي زقبرو وزنو نقرات كقبرو كيلوم مالتي أمبا كابزي تبقيستا قريون نخيل وين عبتقدمها بالنازر إنايو بمشديانن بمناحم بيغنن كمون تتشيلو ناي ليكود مراح زنبري زي أتوم كابتوم ناي حقانا مراح تزنبريهم سلازي اتي اتحساسبان بار ناي ليكود كابتي أقدمها بالنا ناتوم ناي حساب أفلفالي زي صحافو مسحف تكر كلنا دم إسرائيل كاب دم عرب زتتفليه إيو زبلس إيو لوم يعملوا سلازي حادة إسرائيلاوي انت دامويتوكا 100 عرباوي كتقتل ألوكا كاب زبل التحساس بقاتيوم إذين لوم نريو زلنا بعد مزي أقدم أبيلو كم حساب زقربن أموخا حادة سلفي كاب تبقى إسرائيل دلو سلفتات تقبلو خان عقو زي أب جبرز ترجمن عقو حيزو زم كساقسن بزأت حساس باز جزائن سلفي مهلاو زي لومي إن ريو زلنا كنريك إلنا مالتي سلازي كابزي تبقيسنا
اتي زمس ابزينا اللي كود التحساس بازي تمركزنا كنريو هنا. تمام. طبعا البعض قد يجي التساؤل انه هل هذا يعني يبرئ يعني بعض اليسار الاسرائيلي وحزب العمل وكذا؟ لا اعتقد، لانه حتى ديفيد بن غوريون اول رئيس وزراء لاسرائيل هو كان يعتبر أن وجود إسرائيل في هذه المنطقة هو عبارة عن خطأ جغرافي، يعني it's a geographical incident يعني كما يشير أبيشاليم. وأيضا هو يتبنى نفس الفكرة أنه نحن مختلفين عن هؤلاء الناس. ويعني لكن الليكود في تنظيراته في ممارساته كان أكثر وضوحا في تبني هذا الفهم. وننتقل إلى مرحلة أخرى أنه بعد الجيل الأول كان هناك الجيل الثاني اللي كان فيه إسحاق شامير اللي هو كان رئيس وزراء إسرائيل، وكان أحد المصنفين من قبل بريطانيا بأنه هو إرهابي، لأن هذا الرجل شارك وعندما كان رئيس للوزراء سنة 1991 عفوا في محادثات مدريد بين العرب والإسرائيليين، وهذه المحادثات كانت برعاية أمريكية أو برعاية رباعية. وهذا الرجل شارك برئاسة الوفد الإسرائيلي، وأشير له أنه ما كان يعني برصد وتحقيق كامل من هؤلاء المؤرخين أنه لم يكن يريد السلام مع العرب. هذا الرجل يعني الوفد أذكر أنا يعني أنه الوفد الفلسطيني رفع صورة كانت هي صادرة من وزارة الداخلية في العهد البريطاني في فلسطين، تطالب بالقبض عليه باعتبار انه ارهابي. يعني بريطانيا اصدرت مذكرة اعتقال لهذا الرجل باعتبار انه هو ارهابي، واصبح طبعا كما هو معلوم لديكم رئيس وزراء إسرائيل، ويعتبر يعني من أكثر من تبنوا سياسات إسرائيل العنيفة تجاه خصومها من العرب. هذا الرجل يمثل الجيل الثاني بعد زيف جابوتينسكي. وهنا يعني المتحدث باسم الوفد الإسرائيلي في هذا المؤتمر كان هو الشاب بنيامين نتنياهو، يعني هو كان المساعد لرئيس الوزراء إسحاق شامير. والوقت هذاك كانت طبعا المتحدثة الرسمية باسم الوفد الفلسطيني الدكتورة حنان عشراوي، وهي يعني من ضمن الناس اللي لفتوا النظر بلغتهم الإنجليزية الطليقة جدا وتبنيها للحق الفلسطيني والدفاع عنه، لأنها كانت أستاذة الأدب الإنجليزي أعتقد في جامعة بيرزيت، وهي مسيحية فلسطينية دكتورة حنان عشراوي. وهو كان يعني المقابل لها من الوفد الإسرائيلي، وهو بحسب هذا التصنيف يعني يعتبر الوريث الحالي لكل هذا الإرث المبني على التفوق وبناء القلعة الإسرائيلية. وسنأتي إلى تفاصيل هذه المسألة بعد أن أتيح الفرصة للأخ جرماي حتى لا يكون كثير ما يترجم. እዚ ዝገልጾ ዘለኹ ሓቂ ግን ነቲ ፀጋማዊ እስራኤላዊ ነቶም ፀጋማውያን እስራኤላውያን ሰልፍታት ነፃ ዝገብሮም ኣይኮነን። ንገዛእ ርእሱ ዳቪድ ቤንገርዊን ኣብ ኣዘራርብኡ ወይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂታት ገልጽ እንከሎ እስራኤል ኣብዚ ዘላቶ ቦታ ንክትፍጠር ጂኦግራፊካዊ ጌጋ ነይሩ ይብል ማለት እዩ። እዚ ናይ ግን ሊኮድ ካብቶም ካልኦት ዝፈልያ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ወይ ነዚ ዝገለፅና ኣተሓሳስባ ብዘይምብእ ብቁሉዕ ስለ እተቐምጦ እዩ ካብቶም ፀገማውያን እስራኤላውያን ዝፈልያ ነገር እንተደኣ ሃልዩ። ኣብ ናይ ማድሪድ ናይ ሰላም ውዕል በተም 4 ናይ ወፃኢ ሓያላን ወይ መንግስታት ዝካየድ ዝነበረ ዝርርብ እስሓቅ ሻሚር ኣብዚ ኣኼባ እዚ ኣብቲ እዋን 1991 ናይ እስራኤል
ናይ እስራኤል ማለት ሚኒስተር ስለ ዝነበረ ጠቅላይ ሚኒስተር ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባ ነይሩ ግን ኣብቲ ኣኼባ እስራኤላውያን ፍልስጤማውያን ካብ ዘርኣይዎ ንገዛእ ኣርዙ እዚ ሎሚ ንኣኼባ ዝቀሪቡ ዘሎ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ውሽጣዊ ጉዳይ እንግሊዝ ብግብረ ሽበራ ዝኽሰስን ብግብረ ሽበራ ዝሕተትን ዓመፃዊ ሰብ ምዃኑ ነይሩ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ከም ናቱ ወሃብ ካል ኮይኑ ቀሪቡ ዝነበረ እዚ ሎሚ ጠቅላይ ሚኒስተር ዘሎ ናይ እስራኤል ቢንያሚን ናታንያሁ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ወሃቢት ቃል ናይ ፍልስጤም ዝነበረት ድማ ዶክተራ ሓናን ኣሽራዊ ናይ ብዙሕ ኣቃልቦ ዝሰሓበት በኣቀራርባኣን በኣዘራርባኣን ብምልከታን ቋንቋ እንግሊዝን እዚኣ ካብ ክርስቲያን ቤተሰብ ፍልስጤማውያን እትውለድ ዶክተር ዝሰሓበ ነይሩ ስለዚ ካብዚ ግዜ እዚ እምበኣር እዚ ሎሚ ሕጂ ዝመርሕ ዘሎ ነዚ ውርሻ እዚ ሒዙ እዩ ሎሚ እውን እስራኤል ዓባይ ወታደራዊ ዕርዲ ነቲ ኩሉ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ኣንበርኪኻን ቀፂዓን ብሰላም ክትነብር እትኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ ካብቲ እዋን ትሒዙ ዝወረሶ ኣተሓሳስባ ሒዙ ኣብ ስልጣን ዘሎ ድማ ሎሚ ነቲ ትማሊ ዝበሃል ዝነበረ ዘተግብር ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ እዩ شكرا. هناك تصحيح من الأخ أبو محمود قال لي من رفع صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير هو كان فاروق الشرع وزير خارجية سوريا في مؤتمر مدريد. نحن كبرنا باين علينا التفاصيل ما قاعدين نذكرها لكن أنا أتذكر إنه رفعت الصورة لكن هذا تصحيح جيد. الرمتا خاب حدا حوز بس اتي ناي شامير سئلي زلعلو اسرائيلاويان زي كونو ناي ابتي وانتي ناي سوريا وصا قداي مستر فاروق الشرع يونت سئل زلعليلو سلازي كاب غزي مرسع كركب سلازي خيل قبول الرمتا يلو تقبيلو له حو فتحي اوكي الآن نجي للجيل الثالث من هؤلاء الذين تبنوا فكرة التفوق الإسرائيلي العرقي والعسكري والاقتصادي وربط مصالح إسرائيل بالخارج على اعتبار أنه يعني كما قال إيهود باراك أن إسرائيل عبارة عن فيلا في غابة وهذا الفهم يعني إيهود باراك كان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي وأصبح رئيس وزراء وهو كان من رئيس الوفد الإسرائيلي في محادثات واي ريفر في 2000 بين كلينتون وياسر عرفات في تلك الفترة. بالانتقال إلى الجيل الثالث الذي يتبنى هذا الفكر نجي إلى بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو على المستوى الشخصي لديه أحقاده يعني هذا الرجل فقد أخوه اسمه ديفيد نتنياهو كان في القوات الخاصة الكوماندوس الإسرائيلي وقتل ديفيد نتنياهو في العملية التي حاول فيها الكوماندوس الإسرائيلي تحرير رهائن إسرائيليين في طائرة العال في مطار أنتيبي في أوغندا. أخوه لبنيامين نتنياهو قتل في هذه العملية ويعني ربما هذا ترك أثر يعني لا يمحى عنده إضافة إلى التعصب السياسي اللي موجود ولكن لنركز في ما يطرحه ممارسات الحكومة التي يترأسها الآن واضحة المعالم لكن النظر إلى بنيامين نتنياهو ليس من الخارج يعني أنا لازلت أعتمد على المرويات الإسرائيلية حول فهم وتصورات وممارسات بنيامين نتنياهو وآفي شاليم وشولومو ساند أكثر من درسوا هذا الرجل
نحن نقول إنه في سنة 93 أصدر بنيامين نتنياهو كتاب اسمه مكان بين الأمم، إسرائيل والعالم. هذا الكتاب صدر سنة 93. هذا الكتاب طرح فيه بنيامين نتنياهو التصورات التي يمارسها الآن. الأولى أنه نحن العرب لا نلتقي في أي شيء. ثانيا، نحن في حالة حرب دائمة ضد العرب، يعني السلام ليس من ضمن الخيارات المطروحة. ثالثا، يعتمد على توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وأن المستوطنات الإسرائيلية لو لاحظتوا فيه كان يعني حتى يعني طلب من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي بكبح المستوطنات في عهد نتنياهو، ولكن واصل التوطين. ثانيا، بناء القلعة العسكرية الحصينة، يعني unassailable fortress. unassailable fortress يعني عبارة عن حصن لا يمكن هدمه أو تكسيره. هذه السياسات حتى وجدت في إسرائيل يعني نوع من الاعتراض عليها في حركة اسمها حركة 14 يوليو. هذه الحركة وقفت ضد الاستيطان لأنها شافت أن الميزانيات المخصصة للاستيطان من قبل حكومة نتنياهو كانت تستهلك الميزانية للتعليم والميزانية للضمان الاجتماعي والسكن، حتى تدهورت الحياة العامة بسبب الميزانية التي تخصص لبناء المستوطنات. ولكن هذا لم يمنع، هذا يمثل الشق الرافض يعني لا، إضافة إلى المظاهرات التي المليونية ضد سياساته حول التغييرات القانونية. الآن حتى لا تضيع علينا الصورة العامة، مبدأ الدفاع عن النفس الإسرائيلي مبني على هذه الرؤية العامة اللي أساسها أنه إذا أنتم قتلتم واحد منا ونحن نقتل منكم 100. هذا يطرح سؤال: أين هو حق الدفاع عن النفس؟ وما هي حدوده العسكرية والسياسية والاستراتيجية؟ ما نشاهده الآن هو تطبيق فعلي لهذا الشيء. الفكرة التي أتى بها زيف جابوتينسكي في العشرينات لا زالت تعمل، باعتبار أنه 1:100. 1:100 هو ما يطبق حاليا. إذا قتل إسرائيلي واحد يقابله من الفلسطينيين 100. وهذا يؤكده أيضا الفهم عند إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المعتقل الأسير لدى حماس جلعاد شاليت. لو تذكروا هذا الرجل الجندي تم اعتقاله في حرب غزة الأولى سنة 2006، وبقي في الأسر 5 سنوات. في 2011 تم الاتفاق على الإفراج عنه، وتم الإفراج عنه مقابل 100 أسير فلسطيني. 100 أسير فلسطيني. فيعني هنا النظرية لا زالت قائمة، والدمار الذي يحدث مؤسس على هذه الفكرة، وتجد دام ولا تضع يعني فهم لحدود الدفاع ومفهوم الدفاع عن النفس. قبل أن أنتقل من هذه الفقرة أضيف شيء بسيط، اللي هو واحد من هؤلاء المؤرخين والذي ذكرته صاحب كتاب اختراع الشعب اليهودي اللي هو شلومو ساند، يقول أن إسرائيل إما أن تكون دولة يهودية أو دولة ديمقراطية. لا يمكن لإسرائيل أن تكون يهودية وديمقراطية في نفس الوقت. هذا في كتاب اختراع الشعب اليهودي. شلومو ساند ولا زال هو في جامعة تل أبيب يقول أنه إسرائيل لا يمكن أن تكون يهودية وديمقراطية في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه المواطنين الإسرائيليين غير اليهود لا يحق لهم التمتع بأي حقوق داخل البلد. لذلك هذا يتنافى مع الديمقراطية، وهذا ما يحدث حاليا. أنه عرب 1948 الحاملين للجنسيات الإسرائيلية
ليسوا هم كاليهود، إذن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية. منطق مبني على هذه المقارنة التي تسلب جزء من مواطني البلد الحقوق، ولذلك لا يمكن لهذه الدولة أن تدعي الديمقراطية إزاء الآخرين وتعتبر نفسها متفوقة تجاههم. إذن ما نراه الآن هو محصلة لسياسة يهودية الدولة، واحد. اثنين، القلعة العسكرية الحصينة المزودة بأحدث الأسلحة من الخارج، رفض حل الدولتين. ما نشاهده الآن يعني تعقيد الوضع الراهن هو أنه يعني إلغاء فكرة الدولتين بشكل نهائي. يعني لحد فترة بسيطة كانت هناك مطالبات بأن يكون حل الصراع العربي الإسرائيلي قائم على تأمين وجود دولة فلسطينية في القطاع وفي الضفة الغربية أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. هنا يعني كل هذه الممارسات التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية تضع حاجز أمام أي حل سلمي لهذا الصراع. السؤال هو إذا كان هناك حل سياسي لهذه المشكلة فكيف سيتم إذا كان أصلاً حل الدولتين مرفوض؟ واحد. اثنين، المبادرات، هناك مبادرتين يمكن الاعتماد عليهم في حل هذه المسألة، ويعتبر هذين المبادرتين مرفوضتين. الأولى هي المبادرة السعودية المشهورة اللي قدمت في سنة 2002. هذه المبادرة السعودية كانت واضحة المعالم، قالت لإسرائيل إذا أنتم انسحبتم من الأراضي المحتلة وسمحتم بتأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، سوف تقوم كل الدول العربية بالاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقة معها. وهذه المبادرة كانت مطروحة من 2002 في مارس ولا زالت قائمة، ولكن أفي شاليم المؤرخ يرصد استجابات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه هذه المبادرة، ويعتبر أنه ما في حكومة استجابت لها بشكل إيجابي. وهناك المؤشرات أو الحدود التي وضعها بيل كلينتون سنة 2000 في المفاوضات واي ريفر، هذه الكلينتون بارامترز اسمها، أنه يكون للفلسطينيين دولة منفصلة وللإسرائيليين دولة بناء على حدود 1967، ولكن حتى هذه البارامترز لم يتم التعامل معها. إذن حل الدولتين أصبح غائم، يعني غائم يعني غيم، يعني ليس قائما، ولكن يعني أصبح يعني فوقي، يعني تغطيه الغيوم، يعني مبهم وغير واضح. أيضا نحن أمام المشكلة التي تطرح تساؤل: إذا نجح بنيامين نتنياهو في العملية العسكرية والهجوم البري في القضاء على حماس، ماذا يكون بعد؟ ماذا يكون بعد إذا أنت ليس لديك أي استعداد لوضع أي حل سياسي، خاصة إذا أنت انتصرت وحققت نفس الرؤية اللي أنت قاعد تقاتل من أجلها من زمان واللي مبنية على إقصاء الآخر بشكل تام؟ معناه أنه حتى لو يعني قدرت إسرائيل على القضاء على حماس افتراضاً، فإن ذلك لن يضع حد للصراع. فأترك المجال للأستاذ جرمان. كابزي قصيلنا أبتي الثالثاي ولدو إنا خمتم الثالثاي ولدو لعلنا إسرائيل أب مبقولي بعين مبقولي يخون بقطبا يخون بوتدراون ببهلن زأمنيو حدا كاب أتوم أب حدا أوان نا إسرائيل تقلع منستر زنبري يهود باراك كمثلن كله إسرائيل توم بأنصاره زلو عربن فيلان دورن يلو كمزازنو يهم كمزازن ترأيو. سلازي كابز قصيلنا موين بتي ناي وشت حجوين كاوشت تملكتنا كريون كله تقنتات ناي إسرائيل
ቢንያሚን ሓደ ብሓደ ወገን ቂም ምስና እቲ ፖለቲካዊ ኣኽራርነቱ ወይ እቲ ፖለቲካዊ ልዕልና እስራኤልን ዓብይ ዕርዲ ፈጢራ እዚ ዓብይ ዕርዲ እዚ ኣብ ልዕሊ ኩሎም እቶም ከባቢኡ ስጉምቲ ወሲዱ ክነብር ዝኽእል ዝብል እምነት ዘለዎ ካልእ እውን ቂም ዘለዎ ምክንያቱ እዚ ድማ ከምቲ ዝብልዎ ዳቪድ ናትንያሁ ዝብልዎ ሓዉ ኣብ ሓደ ስርሒት ናይ ነፋሪት ኣልዓል ወይ ናይ ነፋሪት እስራኤል ኣብ ኢንተቤ ተጨዊያ ኣብ ዝነበሩትሉ ካብቶም ነታ ነፋሪትን ንምግልጋልን ወይቶም ኣብኡ ኣብቲ ስርሒት ተኻፊሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኢንተቤ ከም ስለ ዝተቐትለ እዚ ቂምታውን ኣለዎ ስለዚ ኣቤሻሎም ቦታን ኣብ መንጎ ኣህዛብን ዝብል ዝነበሮ ርእይቶ ክገልፅ እንከሎ ኣብቲ ንሱ ዝገልፆ ኩሉ ግዜ እቶም እስራኤላውያን ንሕና ምስ ዓረብ ዘራኽብ የብልናን ሰላም ክረጋገፅ ኣይክእልን እዩ ምስ ፍሕፋሕ ሰፈራ ምህናፅ ዓብይ ዕርድን ኢሉ ይኣምን ኢሎም ካብ ዝገልፅዎ ናይ ቤንያሚን ናትንያሁ ፖለቲካን እምነትን እዚ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ይሁዳ ሃገር ንኽረጋገፅ ሓደ ልዕልና ናይዚ ሃገር እዚ ይኣምን ምስኡ እውን ዝኾነ ይኹን ሰላም ይነፅግ ተኸቲሉ እውን እተን ናይ ክልተ ሃገራት ማለት ኣብ ቃዛን ኣብ ምዕራባዊ ገማግብን ዋና ከተምኡ ቅዱስ ወይ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ሃገር ንኽፍፀም ጨርሊሶም ይነፅጉ ስለዚ እዚ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ፍታሕ ከመይ እዩ ክረጋገፅ ዝኽእል እዚ ፍታሕ በቲ ንሳቶም ዝብልዎ በቲ ንሶም ዝኣምንዎ ዲ ክረጋገፅ ዝኽእል እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ገዝ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክልተ ናይ ሰላም ተበግሶታት ፈፂሞም ኩላቶም ከም ዝነፀግዎም ኣቢሻሎም እውን እንተኾነ ነዚ የረጋግፅ ንሱ ከዓ ሓደ እቲ ብናይ ስዑድ ዓረቢያ መንግስቲ ተበግሶ ቀሪቡ ዝነበረ እዩ እሱ ከዓ እንታይ ይብል እስራኤል ኣብ ቃዛን ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ናይ ሓንቲ ፍልስጤማዊት ደውላ ቅዱስ ወይ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማኣ ዝኾነት እንተደኣ ተቐቢሎም ኩለን ሃገራት ኣዕራብ ምስ እስራኤል ናይ ሰላም ውዕል ኣትየን ብሰላም ክነብራ ከም ዝኾና የረጋግፅን ነዚ ሓሳብን ክቅርብ እንከሎ እዚ ሓሳብ እዚ ብ2002 ቀሪቡ ስጋብ ሎሚ ተቐባልነት ረኺቡን ኣይረኺቡን ዘይኮነ ኩላቶም እንትኾኑ እተን ተኸታቲለን ዝመፃ መንግስታት ነዚ እውን ኣይተቐበሉን ቀፂሉ እውን ዝመፀ ናይ ጆን ክሊንቶን ተበግሰው ነይሩ ክሊንቶን እንታይ ኢሉ ክሊንቶን ፓራሜትርስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ብሽሕን ኣብ ሽሕንት ኣብ ናይ 1967 ውሳኔ ናይ ሕብራት መንግስታት ይመስለኒ ብምርኩስ ብምግባር ክልተ ሃገር ክቆማ ሓንቲአን ያሁዳዊት ሓንቲአን ድማ እስራኤላዊት እዚ ግን ፈፂሙ እውን እዚ እውን ተቐባልነት ኣይረኸበን ስለዚ ሕጂ እቲ ድሒርና ክንበፆ ዘደሊ ዘለኹ እንተደኣ እስራኤላውያን ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ ብእግሪ እንተደኣ ኣትዮም እሞ ከዓ ንሓማስ እንተደኣ ኣልኪሶም እቲ ቃልሲ ብሰላም ዓሪፉ ማለት እዩ እዚ ናይ ሰላም መዕረፊ ክኸውን ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ከተላዓል ዝደፋፍኣካ ጉዳይ እዩ في الجزء الأخير أن هذا يعني لا يشير أن يعني بناء على التأسيس يعني بناء وتأسيسا على وجهة نظر أكاديمية وعلمية من داخل إسرائيل أن المؤشرات لا تؤشر إلى أن هذا الصراع سيحل لأن كل المكونات التي يمارس بها الإسرائيليين بقدراتهم وطاقاتهم هي
المحاولة عدم خلق سلام. الآن ما نراه هو يعني مثلا النقطة التي أشرت إليها، الحق في الدفاع عن النفس تأسيسا من فترة الأربعينات، وتأسيسا على فكرة ندافع عن نفسنا ضد من، والكميات التي يمكن أن نقضي عليها من الناس من أجل تأمين حتى لو افترضنا اليوم أن هناك 150,000 مقاتل من حماس يختبئون وراء 1.5 مليون من سكان غزة، هل يتم إبادة الجميع؟ هذا ما يحدث حاليا، ويقال أن المدنيين الذين يموتون الآن يموتون عبر الكولاترال دامج، يعني هم أضرار جانبية لأن حماس تستخدم الدروع البشرية. إذن الصاروخ يجب أن يطلق ضد الكل. يعني نحن نرجع إلى وضع مشابه لسياسة الأرض المحروقة التي كانت تتبعها إثيوبيا، أن تقتل الشعب حتى يجوع المقاتل ويرمي السلاح. هذه سياسة مشابهة، يعني لا تفسير غير ذلك لها. يعني الآن في الجزء الأخير أنا أطلت عليكم، آسف، ولكن حاولت أن أقدم وجهة نظر يعني لحقائق نعرفها، ولكن حاولت أن أتناولها بمنظور مختلف وبأشخاص مختلفين ومن موقع مختلف، وإن كان يعني أنا لم أزد إلى معلوماتكم الكثير للأسف، ولكن أعتقد أنه قدمت يعني جزء من رؤية السبب الذي يدفع إلى ارتكاب هذه. الآن ما نشاهده هو يعني عقاب جماعي من الكهرباء والماء وكل المستلزمات الحياتية، لأن هؤلاء يستضيفون. ربما كان هذا العقاب أساسه من وجهة نظري الشخصية أيضا أنه سكان قطاع غزة هم من صوتوا لحماس سنة 2006 في الانتخابات الفلسطينية التي أشرف عليها الرئيس جيمي كارتر وأثبت نزاهتها وصحتها، وفازت حماس بنصف مقاعد أو 75 مقعد من أصل 132 مقعد من المجلس التشريعي الفلسطيني، وبذلك ربما الآن يعاقب سكان غزة. يعني مثلا عملية الرصاص المسعور، هذه عملية عسكرية معروفة تمت في سنة 2008 في ديسمبر 27 ديسمبر 3 أيام قبل أعياد الميلاد، وفي ضربة واحدة قتلت إسرائيل 200 فلسطيني في ضربة جوية واحدة. في ذلك الوقت اعتبرت الضربة هذه أكبر عدد من الفلسطينيين يموتوا في ضربة واحدة منذ 1948، هذا في سنة 2008. الآن انظر، يعني 200 في يوم واحد في سنة 2008 يوم 27 ديسمبر. الآن هذا الرقم يعني أصبح يعني شيء مع الآلاف التي تموت. النقطة الأخيرة التي كان من ضمن هذا الحوار يعني هي الموقف الإريتري وكذا، وهذه يعني أنا سأتكلم عنها بشكل عابر على اعتبار أنه تاريخياً الثورة الإريترية ارتبطت بالثورة الفلسطينية، وهذا الارتباط أساسه الحق في تغيير المصير وإيمان الشعب الإريتري بتنظيماتهم المختلفة، الجبهة الشعبية وجبهة التحرير وقوات التحرير الشعبية، بأن الفلسطينيين يناضلون من أجل حق عادل. وأذكر أنه مجلة فلسطينية طلبت مني الكتابة حول علاقة إريتريا والفلسطينيين، وأشرت إلى أن هناك بعض الإريتريين استشهدوا في أحداث أيلول الأسود في الأردن اللي هي يسموها سبتمبر الأسود أو أيلول الأسود، وهي المواجهات بين القوات الأردنية والفصائل الفلسطينية، واستشهد مجموعة من الإريتريين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الفلسطينيين بحكم أنهم أصلا كانوا يعني متطوعين في الحرب مع إسرائيل، عفوا مع فصائل الثورة الفلسطينية وخاصة فتح. في الثمانينات
تبني منغيستو هايلي مريم للتوجه الاشتراكي وكذا دفع بعض التنظيمات الفلسطينية وبالتحديد الجبهة الشعبية إلى الذهاب إلى أديس أبابا وفتح مكتب في أديس أبابا، وقالوا أنه يعني القضية الإريترية يجب أن تحل ضمن إثيوبيا، وأعتقد أن ذلك أدى إلى قطع العلاقات بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الآن يعني يدور كلام حول ما حدث يعني في ما حدث يعني في أنه إريتريين يقدمون المساعدات للإسرائيليين وكذا. أنا شخصياً يعني عندما سألني أحد الأخوة وقال لي يا أخي أنه بعد الإريتريين قدموا مساعدات للإسرائيليين، يعني أنا قلت له لو أنا كنت موجود في غزة كنت حأقدم المساعدات للي موجودين في غزة، لكن هذه المساعدات لن تكون كلاشن ولا قنبلة ولا شيء، لا، يعني أنت حتقدم ما هو إنساني فقط. يعني الإريتريين اللي موجودين وقدموا مساعدات للإسرائيليين قدموها على أساس إنساني من بطاطين وكذا، لكن أنا لم أسمع بأنه إريتري حمل السلاح مع قوات الدفاع الإسرائيلية وكذا، يعني هذا لم تصل إلى هذه المرحلة يعني. فعندما حدثت مثلا الأعمال، يعني حصل هجوم في باريس ضد ملهى ليلي هنا، يعني نحن كمواطنين فرنسيين بدرجة وكمقيمين في فرنسا لا يمكن أن نكون بعيدين عن تقديم يعني الدعم المعنوي للضحايا يعني. وحتى يعني كما يقال يعني بالتقنية اللوم يعني تتعاطف معهم قصدي، يعني لأنه اتضح أنه في ذلك النادي الليلي يعني بعدها بكم يوم من أعرفهم كانوا موجودين هناك، يعني أصيب يعني أحد الأشخاص أعرفه يعني وكانت إصابته طفيفة يعني. فهذا بعد إنساني يعني ليس له قيود ويجب أن يكون موجود. يعني إذا وجدت شخص يحتاج إلى المساعدة الإنسانية يجب أن تقدم له المساعدة، لكن هذا شيء والتأييد شيء آخر. يعني من يؤيد الاعتداء على الآخرين تحت أي حجج وكذا، أعتقد هذا شيء مختلف ويجب أن لا يأخذ مننا يعني كل هذا الوقت. وأنا آسف أطلت عليكم ويجب أن أقدم لكم اعتذاري، وأرجو أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة وأطلت عليكم، وأرجو أن تكون الإطالة بفائدة، وشكرا جزيلا. ናይ መወዳእታ ክፋል እዚ እምበኣር ብመሰረት ውሽጣዊ መለክዒታት እስራኤላውያን ሰላም ንኸይሰፍን ዝግበር ፈተነ ዘርእየና እዩ ዝሎሚ ክትንክፎ ፀናሕኩም። ነፍሲ ምክልኻል ክበሃል እንከሎ ንገዛ ርእሱ ካብ መን ነፍሲ ምክልኻል ብኸመይ ከነፍስኻ ትከላኸል ዝብል ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። ሎሚ ኣብ ጋዛ 115,000 ዝኣኽሉ ናይ ሓማስ ዕጡቓት እንተደኣ ሃልዮም ነዚኣቶም ንኸተጥፍዕ 1 ሚልዮን ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ኩሎም ክጠፍኡ ኣለዎም ማለት ድዩ? ስለዚ እዚ ከዓ እቲ ካብቲ ዘገርም ከምኡ እንተደኣ ተረኺቡ 1 ሚልዮን ምጥፋእ ን15,000 ወይ 150,000 ንምጥፋእ ኢልካ እትገብሮ ከም ጎናዊ ዕንወት ክጥመት እንከሎ ካብቲ ዘገርም ጉዳይ እዩ። ስለዚ እስራኤል ካብዚ ዝክተልዎ ዘለው ናይ ንዱድ መሬት ፖሊሲ እዚ ክኸውን የብሉን፣ እዚ ምስ ምክልኻል ዝተኣሳሰር እውን የብሉን እምበኣር ኣነ ኣብዚ ሎሚ ምሸት ክዛረቦ ምሳኹም ዘምሰኹ ነቲ ኩሉ ንስኻትኩም እትፈልጥዎ እየ ዝብል ነይረ። እንተኾነ ግን ካብ ዝተፈላለየ ቦታን ብዝተፈላለዩ ሰባትን ወይ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባትን ምስክርነትን ግን ሒዘ ክመፅእ ፈቲነ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሎሚ እስራኤላውያን ከም ደገፍቲ ናይ ሓማስ ወይ እውን እዞም ሰላማውያን ስታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ 2000 ዝተገብረ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንጹህን ብሉፅን ኢሉ እተመስከረሉ በቲ ሽዑ ካብቶም ዝከታተልዎ ዝነበሩ ናይ ካርተር ቅዋም ወይ ኢንስቲትዩሽን ምስክርነት ዝረኸበ ሎሚ
بزي ملكع زي كتريهم بزي ملكع زريخا نزياتهم كيقتلوا اللوم ويون انتطفوا قناوي طفاتيو ويقناوي انوتيو إلكا كحلف كابتي كخون زي بلوي أبشحن 994 يمثلني أب حدا ناي أير دبدبات راح أب 98 أب حدا ناي أير دبدبات راي كبابي كل التشح كيموتون كلو أب تقوانتي عبي نيروزي وصريزي كلتميتي كموتون كلو كم عبي قصري ترأيو يزربلون لومن جن إذا قصرزي مسزي قصرزي كتوادادرون كلها زين أي لومز صرف زل قصري تريش كأب متزاتو أيكونن سلزي تخونتات نزي يزمثل بتقلق بحفشو تي ناي زي أوشت إسرائيل زل كونتاتن كاوشتي بزتملكتنايو مالت كاوشت خبلون كله كابناتو صحافتن كابت أوشتو زنبرة سنداتن صحفاتن تمركزهم زي صحافوه بزخعة سلام كرجاجس كم زي كلوين مساتهم وين زمسكروه سلزي تسلام بزي أجباب زي كم زي كل كاوشتو زترخ بي كابت كاوشتو النمبو كابت بدجن نمبو زي كونه كابت كاوشتو النمبو إلى حزب مساكو انت زي كوينو كابت خال نسخاتكم تفلتوا في الإزبالة يكونن قال نجار أقرب لكم أبزيك خون تسفى قبر أنت نو نعنا بزملكت جن ثورة إرثرا مش ثورة فلسطين مالت كله ثورة إرثرا باو جنباري يكون تقعد لحرنة إرثرا يكون أب كلي تي ناي قنوع قداين أب كلي مثل رؤس وساني ناي وسعات أحزابن ويناي جزءات أحزابن زي تمركزه متأسسار نيرون سلازي إذا متأسسارات زي تنعنا زقدسنا أبزو قداي زي حنتي مسحتنا إسرائيلاويان ناي فلسطيناويان نخصحف حدا صحف نخصحف أب توم أب مس ثورة فلسطين أب قداي فلسطين إن تقالسو زي تسووا إرتراويان عمل كيتي حتى قريب نيروزقة أب جوردان أب سلام مسكرم أب توانتي أمونغو فلسطيناويان أمونغو جورداناويان أب زتخفته أب توانتي مسفتح كوينهم زي قالسو زنبرو إرتراويان أب زي وقعت زي كم استسووا زملكت ون بتاريخ تاريخ زي مسكرون تاريخ زي حبروني كالي بزعبا دا إرتران قداي فلسطينيين وإرتراويان فلسطيناويان بزرعية أبتقوان كالسي أول انتقون منغستو هايلا ماريام بتزنبرو سقاما ورقص نغزارسو جبهة شعبية لتحرير وحزباو جنبار ني حرنة فلسطين بجورج حبش زمرح زنبرة زين غزارسو إيرترا تي قداينا إيرترا أوشتي إثيوبيا كفتح اللوز بالمرقص مسحزون بتقارلو حرنة إيرترا مسزي أكال ناي ثورة فلسطين زخونة وردب مسؤو زنبرة رخكبات قواريصة حجز أنت بحجز بزبلكت جن إيرتراويان أب إسرائيل زقمتو أنت دان إسرائيل حجز هيبو أنا وين أب إسرائيل أب غزة نيرون تزخون ني غزة حجز مهابو جن أنت عينة حجز سب أوي حجز يتزقربو نزز مسلوين ولوين حد وان نحنا كم وساعتنياتات وإرتراويان فرنساويان وكالوت كالوت دك هاجر فرنساويان أب حدا نايت كلب أبز ترخ بأجل نجزارسو حجزات هيبنا ولوين أبتبوتا أبتي نايت كلب زنبروين قلي كابتوم نحنا نفلتو من نحنا نفلتو من سباتون نيربخون جن حجزن نتزقبر تكبار دقف مهابن كلت زتفعلاليو نجارات يوم سلازي زي بزملك عزيت أمنيتنا
أبزي بزح جزينا جزيهم جزيين كوسد أيدلن أبزوين جزينا بزح أنت زي وسدنا زي حسيو بزترفه أنت دعان وحلكم كوينة يقريتا أبزي حسابي ودي لهم. شكرا أستاذ فتحي عثمان وشكرا أستاذ قرماي. وفي إطار المواقف الإريترية من الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، تنظيم وحدة الإريتريين بقيادة الأستاذ عباس قدبوس طلع بيان يعني أثار الجدل على مستوى الساحة، وكنت دعيته لمداخلة خاصة في الموضوع، فأتمنى يجي المايك ويدينا رأيه حول يعني نورنا حول البيان وموقفه منه يعني تداعياته. أستاذ أبو ناصر، أستاذ أيوة، إذا سمحت لي، أنت عارف ظروف أستاذ فتحي، وهو مفروض وعدناه ساعتين. نعم صحيح. كان معنا فالمداخلات العقبازقي أو غيره أو التحليلات ممكن نخليها بعدين يعني، لأنه الوقت ما حيساعدنا. في بعد أسئلة مهمة ممكن يجاوب لنا إياها أستاذ فتحي. أوكي. إيه، لأننا يحبوا تسجمات هاللون السوق ساعات نلعلي كتصنع كم زي كإلا قدي ما حبيرونا كنا حجي أقاتامي بحدا أخيبا نويح ساعات صنيحو قلنا صباحي تو هوسبيتال كخيدي تقديدو نحن هون ناي بحكي خبريه وناس جزاز ماتيسي تسجمات كوغانوفو عين دلن سلازي قرب قال اترف لك مستدي جمركمو دارقا فرق ساعات عدل كنا هبا قداس حطوتات انفرلو نفس وكف سب حنت حطوق حطت مخاب زي نويح مأتوي احتسر بيلو نتاحطو يغربا واستاذ فتحي مثلا مهلا وناتكم تكمل. ممتاز. شكرا استاذ امينو. وبعد ان شاء الله تفتح المجال برضه نعطي استاذ دبوس فرصه انا برضه اعطوني شويه دقيقه واحده اتكلم. تفضل. أنا برضو يا أخوة بعاني نفس المشكلة اللي بيعاني منها ضيفنا وكثار من ضيوفنا، فبالتالي أنا أيضا أكثر من ترجمة للضيف، وبعد كده ممكن أنا أسمع على الأرض منبطح ولا على ظهري، فبالتالي أنا من يوم الأخ قرز قهير تولدي ليوما هذا لم أتشافى، لأنه حتى 5 ساعات و10 دقيقة. فهذه برضو أنا وهذه مو لأول مرة، فعلا عانيت كثير قبل كده، وفعلا أنت يعني مقدر كل الجهد اللي قاعد تسويه، ونفس الشيء وإن شاء الله أنت تكون مستمع بعض الأحيان إذا احتاجنا مثلا. فندخل دلوقتي برضو ما ناخذ من الساعتين بتاعته الأستاذ، وإذا كان في الأسئلة ندخل في الأسئلة واختصر. أوكي. ممكن نستمر ضحينا في شخصين رافعين أيديهم إن شاء الله، بس يكون أسئلة يا جماعة. أما التحليلات أو الآراء إحنا حيكون عندنا مجال حنستمر في حتى في البث المباشر، فلذلك نبدأ بأستاذ ياسين عثمان. شكرا أمين جابر ومجموعة الحوار وأستاذ فتحي، نشكرك كثير أيما يعني، وتخلفتي حتى كاتو إذا أستاذ فتحي الزورة زمهار النظم عنتي النامس قونكو بشنخناي إسرائيل كونسبت تي أتحساسباناتهم بسند بقيفوها أروان كله نايب حتى تماهرنا نقول حجيتي السلام بؤمن قد ندحر يقود الله ومبزحتهم كم التحساسبات اللوام قداينا فلسطينيين إسرائيل في التحي مسلينيو بقى أبزح حلفة ما لسي بناي ديفيد سممع أمونغو إيجيبتن إسرائيل كموين سعيبو أب جوردان تسممع كابز فرارمو كساب لومي صبو زمدنا مس إسرائيل غيرهم بسلام ينبرو اللو. سلازي إسرائيلاويان نزل السلام بروموت زي قبرو مخنياسي انتاي ناي سعودية example وين proposal امتحان يركا
ሕጂ እቲ ንዓይ ሕቶናተይ እዚ ኩሉ unconditionally support ዝግበር ብኣሜሪካን ብዌስተርን ካብ ምንታይ ማለት ፀቕጢ ዶ ክገብሩ ኣይምተገብኦምን ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ኣብዚ ቁርብተይ መዓልቲ ፕረሲደንት ናይ ኣሜሪካ ነቶም ናይ ሪፐብሊካን ሓገዝ ንክረክብ ንድሕነት ሴኪሪቲ ናህና እዩ ይብል ስለዚ እዚ ኩናት ናይ ፈለስቲንን እስራኤልን ብከመይ ኣስጋኢ ንኤውሮፓን ንኣሜሪካን ዝኸውን ነቲ ሴኪሪቲ በንፃሩ ከዓ ነቲ ናይ ስምምዕ ኣብ መንጎ ዓረብን እስራኤልን እንድሕር ተገይሩ ምናልባት ዶ ንኤውሮፓን ኣሜሪካን ስግኣት ክኸውን ይኽእል እዩ وشكرا I hope clear كوينة تخون شكرا أستاذ ياسين عثمان it is clear إن شاء الله في أحد أمير أو أي واحد يتعاون مع قرماي أوكي بذكر حتى أن يأتوا فتحي أستاذ فتحي طبعا فاهم هذا السؤال لكن أنا برضو ممكن ألخص السؤال هلا الدعم الأمريكي والدعم الغربي اللامحدود لدولة إسرائيل على ماذا يبنى هذا المساعدات الغير محدودة المبنية على عواطف على مصالح هل أيضا لها نهاية إذا اختلت الموازين يمكن إذا فاقت المساعدات المصالح اللي ممكن تحصلها من خلال مساعدتها لإسرائيل هل تستمر إلى ما لا نهاية؟ دي إضافة من عندي برضه شوي. ممتاز. الإجابة على السؤال هذا مهمة جدا. أولا ما هي الأسس التي يعتمد عليها الدعم الأمريكي الأوروبي لإسرائيل؟ هناك مقولة شائعة تقول أن إسرائيل لو لم تكن موجودة لاخترعناها، ويقال أن الأمريكيين يقولوا هذا الشيء. الحقيقة مصالح الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بها كانت تختلف من فترة تاريخية إلى أخرى ولكن يعني متجددة. الأول أن إسرائيل كانت حاجز أمام التمدد الشيوعي في المنطقة. الولايات المتحدة اعتمدت على حلفاء رئيسيين جدا لمواجهة الاتحاد السوفيتي السابق في فترة الحرب الباردة وهؤلاء كانوا هم شاه إيران وإسرائيل وتركيا النزاع يعني الحكومات العسكرية المتعاقبة في تركيا. هذول كانوا يعني حاجز الصد الأول أمام انتشار الشيوعية وتهديد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. اثنين البترول. إسرائيل كانت يعني ضمانة لسيولة البترول وقاعدة يعني تعتبر كما يشار إليها أدبياً في الصراع العربي الإسرائيلي أنها الولاية 53 للولايات المتحدة الأمريكية، أي أنها قاعدة أو حاملة طائرات متحركة يعني منها يمكن مهاجمة هذا طبعاً تواجهه كمان بعض الأحيان عراقيل. يعني عندما بدأت الولايات المتحدة حربها ضد صدام حسين في 2003 حاول الإسرائيليين الدخول والمشاركة في الحرب، الولايات المتحدة منعتهم على اعتبار أن ذلك سيكون له ارتدادات خطيرة. الآن الولايات المتحدة وأوروبا تتوجه نحو الطاقة البديلة للبترول وحراسة البترول ستتراجع، والاتحاد السوفيتي انتهى ولكن لا زال المواجهة الروسية الأمريكية موجودة، وسوريا واحد من المناطق التي تشهد هذا وإذا الحاجة لإسرائيل ستكون موجودة دوما، إضافة إلى اعتبارات أخرى، ولكن هذه الاعتبارات التاريخية وإن تبدلت لكنها لا زالت موجودة إلى أن يحدث يعني تغير آخر. هناك مفكر عربي يعتقد أنه يعني إسرائيل تعتمد على شيئين، يعني على الدعم الأمريكي غير المحدود وعلى الضعف العربي. إذا اختل عنده معادلة الدكتور عبد الوهاب المسيري أنه إذا
زال لأي سبب الدعم الأمريكي لإسرائيل وقامت الدول العربية سواء بالسلام أو بوسائل أخرى بمواجهة إسرائيل، فوجود إسرائيل نفسه سيكون على المحك. فسؤالك مهم من الناحية هذه وأرجو أن أكون قد أجبت عليه. شكرا أستاذ قرماي. إن شاء الله أمير حيساعدك، بس ممكن تترجم حق أستاذ فتحي. أزي حتى زي عقداسيو ملسي كا تعيو تمسرت إسرائيل تملسي كا كمزيو أمريكاويان انتاي يقولوا إسرائيل انت زي تنبر بمحزنا يعني وي مسرحنا يعني سلازي تحاجزني إسرائيل زوهاب كاب جزيه ناب جزيه إنها تفعل بستفعل ملكون بستفعل عليه بيوتون سبحاتون كإلو مالتو. سلازي إسرائيل أبز بوتازي أمريكاويان نخلته نجاراتي دليوان يروم حدا مقطع مسفحفح سوفيت حبرت تالي دما وحزي ناي ندادي بزي زخونة صقم نمعراب كم زبصح نمدباريو أبز تمركزهم نجزارسو كم مبل 53 ستيت نا أمريكا غيروم زريوا ونيرو نزف دايزز قبر زنبرو نجزارسو إسرائيل بينا يكونت النيراب وان أبتح حدث توسن وان السوفيت زمن صحح سوفيت حبرتن نمقطع إسرائيل تركيا إيران زياتن ثلاثتياتن ينيرن سلازي إسرائيل نجزع رسا أب حد أوان أون أبتيز دلي وور وي ربحتاتهم زحلو نجارات نسا سجم انت دعت مس كويناوي سجم كتفتر انت دعت الكويناوين أبزي دليلا وين قدي أخت الصوت أبزي دليلا وان قدي نخيت الصوت يخلي كل واحد نزمة الرز خنا الناس خيل وين مبرخ خنا الناس خيل أب ناي عراق كلا أي وين ناي عراق وج تي قدامي إسرائيل قديك هلوا وقديك تصاوت تدلن يراجن نخمسو زخل شجراتن مس أبتي كبابي مس هجرات عرب هلوا زخل حرفاف زمدنان أبجمت بمتاو كل كيلو ما مالتي سلازي حجيجن نجزارسو ساعات حدش متكاتات النافط تفترلو أبز خده سوفيت حبرت وين نايم سفح يصيحون كم سوفيت حبرت هلونا أبزيلو نمنتع ليت نزبل نخالق قمتات زمدناك هلوهم يخيل يخون كوينوغن زي وسون حجز إسرائيل زوهاب زي وسون حجز جن أب كلته زتمركوسه إيو السخاء عبد الرحمن مسيري هذا عرباوي حسابكم زبلو اتحاده تزي وسون حجز بمخنيات إسرائيل اتهبو أقلقلوتن بمخنيات دخمت ناي حجرات عربن أبز كلتي يتمركزو يتحجز كسالي انتدعى اتميزان زنبيلو إذا حجزات زيز وهاب حجز لعلتي كرخبو الربحة انتدعى خوينو جن كالي زي كونرلون زي لوطرلون مخنيات كهلو عيكل يا مساوى السيخون قال كم بهيلز بهال نجر نقول بوجن أمريكا سي إسرائيل أنت ديت نبرني راس مفترنا ياز بالبهيلات هنا كم توصفي يا أستاذ فتحي يعني بالذات يعني في مواقع السوشيال ميديا حق الإريتريين طبعا الناس كثيرة عندها مواقف مختلفة في هذا الموضوع. من ضمن المواضيع اللي تطرح والناس تناقش فيها بعض الناس يقولوا مثلا أنه بالنسبة من بدأ الاعتداء على الأبرياء هو حماس، وما تفعله إسرائيل هو رد الفعل فقط، فلذلك يعني طبيعي أن إسرائيل تسوي رد الفعل. هذه كنقطة. ونقطة ثانية يقولوا أنه حماس هي بتخبي نفسها أو الصواريخ حقها داخل
الأماكن الشعبية أو الأبرياء. فلذلك عشان تدمر القوة حق حماس شيء طبيعي إنها تضرب الأماكن هذه. يعني بالنسبة خاصة زي اللي حصل في المستشفى لما ماتوا 800 شخص والشغلات هذه يبرروها لأنه المستشفيات هذه اللي يخبوا فيها الصواريخ حقهم. مع النقطة هذه وبرضو أبغاك يعني أنت تحط في اعتبار أوكي إذا الشغلتين اللي أنا ذكرتهم قد يكونوا أسباب مثلا لما تفعله إسرائيل. طيب موضوع قطع الماء والأكل والكهرباء وحتى النفط والأشياء هذه كلها، إيش ممكن يكون الرابط بينه وبين ما تعمله إسرائيل؟ يعني كرد للناس اللي قاعد تناقش المواضيع هذه في السوشيال ميديا. بحث زبالة أنا قالك أبتي أب سوشيال ميديا حيال مكاتع أخوين دلو نتي قداي أبتت تنتناخون ويميت كايدن كله قدامي نقر نتي أبلع السلاماويان سبات زعابي بدل مفتسام جمرو حماسيو اتي إسرائيل تقبرو دلا دماني كم ناي قبر ملسي يو زبط سر ناي قدن هزبخان قالن سلاماوي سب بدل كاب فتسمو سهاد ما تفتسم بحرياو يزبل يتولو كالا أيون اتي نابت سلاماويان سبات ابتي هوسبيتالات تكون بكل تي جزاوتو من قالن زهرم تي عندي كم مخنيات زقرب اللون تدا وينو حماس أبوتات سلت حبة زلوا صواريخات تتكملوا زلاون أبزي بوتاتات زي سلت حبقو نحماس نختهرم نايقدني زبوتاتات زختهرم السلام وسبك أخلق كم زبل رئيتو تاتالو مسوء التححيزكا كتزاربولو زدليكا زلخو اسكي زخلت يوزسي كان مخنياتات كقرب انت داخيلو اتيناي ما يكون الكتريك مقبي ندادي كله مقاد من حزب فلسطين بغزة زلو الزخي مسمنتاي كو تصير خيل بزعباز قداي زقرب قلقت لنا مثلا استاذ فتحي تفضل. شكرا أستاذ أمين. شوف يعني ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي مش فقط بين الإريتريين حتى بين الأوروبيين يعني نفس النقاش هو إنه هذا بدأته حماس بينما الآخرين يقولوا أنه التضييق الذي فرض على غزة من 2008 خلال يعني عقدين من الزمن 20 سنة يعني هذا يعني هذه جولة أخرى من جولات الحرب. 2008 كان هناك حرب، 2006 كان هناك حرب، الآن هنا حرب. الآن يميز هذه الحرب من الحروب الأخرى الادعاء الإسرائيلي بأنه والله سنضع حد لهذه الحرب بالقضاء على حماس. بالنسبة لمهاجمة الأهداف المدنية، مهاجمة الأهداف المدنية يعني هذه يعني فيها إشكالية يعني مثلا إذا قامت جهة محددة باستخدام مباني سكنية لمهاجمة طرف آخر طبعا هي بهذا تنتهك القانون يعني وتكون عرضة في نفس الوقت للهجوم من الطرف الآخر. هذا جدل غير محسوب يعني لا غير محسوم يعني الآن هل متى بدأ؟ إذا اعتبرنا أنه يوم السبت هو بداية التاريخ في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما هذه تكون يعني نقطة صحيحة، ولكن قبلها كان ما كان يعني قبلها ما كان على مدى 75 سنة يعني. فهل ما حدث يوم السبت شيء منفصل عن 75 سنة الماضية وعن العقدين الأخيرين اللي قامت إسرائيل بتحويل غزة إلى سجن كبير؟ هذا النقاش لن ينتهي، لكن يعني إسرائيل طلب منها تقديم خرائط وأدلة على وجود منصات لإطلاق صواريخ من المستشفى الذي ضربته أو بعض المناطق المدنية. إذا كان
أنه فعلا كل المباني اللي دمرتها إسرائيل كان فيها حماس، معناها أن حماس انتهت. لكن احنا لا نرى أنه إسرائيل ما بتقدم قوائم. اليوم فقط قدمت قائمة واحدة أو خبر أنه تم قتل واحد من أعضاء البحرية في حماس، واحد فقط. إذن حماس نفسها يعني، وهذه يعني النقطة الأساسية، يعني استراتيجية إطلاق الصواريخ على المدنيين في المستوطنات عليها علامة استفهام كبيرة، لأنه يعني تستهدف مدنيين هنا، وإطلاقها نفسها من داخل الأحياء مثلا يعني يجعل الثمن الذي يدفعه المدنيين كبير. لذلك هناك من يطالب حماس بإعادة النظر في هذا الأسلوب العسكري. إذا وضعنا هذا نقاش ليس فيه هذه صح وهذا خطأ، وكل واحد له قناعاته حسب المعلومات المتوفرة لديه يعني. تمام؟ يعني وكونه أنه هو نقاش يعني نقاش قائم على وسائل التواصل الاجتماعي، فهو ممتد وليس فقط في وسط الإريتريين. الآن الأوروبيين والأمريكان وكذا يتنازعوا في هذه المسألة، لا أنتم بدأتم ونحن نرد عليكم ولنا الحق أن نقتلكم كما قتلتمونا وكذا وكذا. وهذا يعني يزيد. بالنسبة للنقطة اللي أنت ذكرتها، استهداف المستشفيات، الكهرباء والماء والغذاء، هذه محرمة دوليا. لا يمكن معاقبة المدنيين جماعيا بهذا الشكل، بحرمانهم من الكهرباء والماء والعلاج وكذا. ويعني بعض المشاهد التي تتنافى حتى مع قوانين الصراع أنه المستشفى الأهلي في غزة اضطر يؤجر ثلاجات، يعني سيارات، على أساس أنه يضع عليها الجثث، يعني جثث القتلى وكذا. فيبدو أنه يعني أنا لا أقول لك أنه السوشيال ميديا سوف يستمر النقاش فيه ما دام هذا الصراع مستمر، يعني سوف يستمر. سوف تجد من يقول يعني حتى يعني يجب إبادة هؤلاء، لأن هؤلاء يعني هم عبارة عن ليسوا بشر، سواء كانت من الطرف هذا أو من الطرف هذا. يعني هذه تصل إلى هذه المرحلة يعني. والحرب دائما مبدأها في الأفكار يا أستاذ أمين. تتفق مع أن الأفكار، التشويه يبدأ من الفكرة، ثم يبدأ اللسان اللي هي اللغة، ثم يبدأ الأصابع في تحريك زناد السلاح وتكون الحرب. يعني هذه المكونات الثلاثة للحرب دائما موجودة، يعني تشويه الآخر أولا، وحرمانه فكريا من الحق في الحياة، والتجهيز النفس لإبادته وكذا. تمام. الخطوة الثانية استخدام اللغة ونشرها على أكبر نطاق. الخطوة الثالثة الخطوات العملية يعني. وهذا الصراع ليس استثناء يعني. لذلك نحن يعني المطالبة بوقف إطلاق النار من الطرفين، ليس من طرف واحد. تمام. هذا أساسي، شرط أساسي. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق الصواريخ والنيران وكذا، حماية للمدنيين، والتفكير في وسائل أخرى لمعالجة هذه المشاكل يعني. فأنا ليس لدي إجابات قاطعة يعني. هذا نقاش يدور في السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا يفتح مجال لكل الناس، وليس هذا فقط يعني في أوساط الإريتريين يعني. شكرا لك أستاذ فتحي. قرماي ولا أمير إذا موجود؟ أمينة عقبال يقدم لك. اوكي امير سقاب زعتو دحنتاش مخبللك اب مراخب بزحان زخيد امونغو ارتراويان ترى يكونن امونغو اوروباويان كيترفي اب كله يزلو ግን من جميرون زبل ازوق زي اب كل تشحين شدشتن نيرو كل تشحين شمونتن نيرو قدمي وينر نحنا وق مودعتا كنقبرلو زبل اساسبات راح يحجي حدش اب زوق زي مسيو زلو سخاب اسرائيل زقربي أو وشت سلاماويان كوين كاتو سمخفات كلهم زفلتو قبو أيكونن جن زوج زي معسي يجمرون زبل جن بزانايت مالي زور وبزانايت مالي بقدام زتجمرت راح يكون المخنيات ونسا كم مقصلتان ايتي بسبب قد سبعان حمشتن عمت زي جمره مسحابات اكل ناتو يا سلازي زي دحار اب وشتي هوسبيتالاتن او وشتي ناي سيفلاوي
تحت بايتان ወይ ቅርፃን ዘለዎ ቦታታት ወይም ኮይኑ ተኩሶም ንዝብል ውን ዝኾነ መረጋገፂ ኣቅሪባ ይትፈልጥን እስራኤል እዚ ኩሉ ዝሃርምዎ ዘለው ሰባት ዝሃርምዎ ዘለው እስራኤላውያን እንተደኣ ፍልስጤማውያን ወይ ሓማስ ኣቁላ ኮይና ሎሚ ሓማስ ተወዲኦም ኣለው ኢልካ ክዝረብ ይከኣል እዚ ግን መወዳእታ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ጉዳይ እዩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ናይ ዓለም ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ኣለው እንተቲ ማይ ወይ ፀዓት ወይ ሆስፒታላት ከምኡ ውን ሲቪላዊ ጉዳያት ዘድልዩ ነገራት ምክልካልን ምህራምን ምዕናውን ግን ብኣህግራዊ ሕጊ ዝተኮነነ እዩ ስለዚ ግን ሶሻል ሜድያ ብቀፃሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክካታዕ እዩ ስጋ ብዝውግእ ዘሎ ብዝተፈላለየ ኩሉ ብነናቱ ኣርኣያን ብነናቱ ስምዒትን ነዚ ጉዳይ እዚ ከልዕሎ እዩ እቲ ጉዳይ ግን እዚ ውግእ እዚ ቅድም ብሓሳብ ጀሚሩ ናብ ዘረባ ተለዊጡ ኣብ ምረት ምትኳስ ከዓ ኸይዱ ስለዚ እቲ ሓደ ሲቪላውያን ካብዚ ግዳያት ናይ ዝውግእ እዚ ንኸይኮኑ ተኽሲ ደው ምባልን ድሕሪ ተኽሲ ድሕሪኡ ከዓ ናይቲ ጉዳይ ኣፈታትሓ ምርኣይን ምፍታሕን እንተዘይኮይኑ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን ደጊመን እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝዝረብ ግን ራእይ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘይኮነ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ናይዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ዘለዎ ካብዚ ዘለዎ ኩርናዕን ከከብ ዝርእይዎ ኩርናዕን ጠሚቶም ናይ ምዝራብ ኣሎ እቲ ሓቂ ግን እዚ ውግእ እዚ ሕጂ ዝተጀመረ ወይ ካብቲ ማሊ ቀዳም ዝጀመረ ወይ ካብቲ ማሊ ቀዳም ክብል ከለኹ ዝሓለፈ ቀዳም ዝጀመረ ዘይኮነ ከም መቀፀልታ ናይቲ ፍጹም ዕፅዋን ናይቲ ኩሉ ካልእ ዝተኻየደ ዙርን ዘይተፈትሐ ሽግርን መቀፀልትኡ እምበር ንሱ መጀመርትኡ ንሱ መወዳእቱ ይኮነ شكرا استاذ قرماي استاذ امير امين له حدي استاذ امير امير تلخات تخاتل انا امير بس رد علي عشان نستمر استاذ امير ما عندنا وقت بالله عليك سلامات امينو موجود انا وان شاء الله خلاص تابع دحين ان شاء الله اوكي اوكي عقباي يتكعف بالكان يركا من البات افتزقرب كو حطو خيتكون ويكا بقلي شكرا امين هو انس من البات سخا عميم خلي كيتكون ببالي كن كابز ملسنا يفتح زياده في ملسي كللي عندنا قسيبنا مالتي دني عندنا حو فتحنا الذهب كنا بمول تاريخاوي مع باليتات ناي فلسطين من اسرائيل نتو كله تاريخاو معبرتات زنجر كنا أبقمت أتي أنا قل نزحج ترخيب هذا الله ترخبه كأب مبقاسي سبعة وزخون حتى أنا بوليتيكا حتىكم كاتو سبعة حتى كا أنا as a precondition وكمان كم background post لزخير إسرائيليان نزخون يوكل نجرب فلسطينيين وصلوا سقمتي قبل على إسرائيل كم زبر كان 100 زي أزفي كوس دخل مهاني يأمن عليه و أزي نحر أمينة أتيلو خا أتمخنا زمت كل العربيين هذا مثل إسرائيل تدوك ولا خمسة خلا يأمن أزي نحر أمن كوينة ومخا إذا كل استن كلنا تاريخه أمات أزعى إذا كل قتلتهم إذا كل برستن أبقر مع عينهم من داترا يخلو مريحنت ناي فلسطين ها حماس وناي حماس مريحنت حماس قبل عليهم كورد قبل على حزبهم كورد دخل قبل على غازا كورد زخل اي رايهم نيرو مالك نسكم تزوصلوا بعين سبعوي ادري دلوقاني اذا حجي تواني فوزلس هو كومون دحر ناس تتحكم صالنا يخالي يلهم ديم حنقولهم زمن وزلو اردان ديتي كميو تيت فورتات زكاز نبره يدخلوا كله ازي
ኣይፈልጦን እዮም ማለት ኣይኮንኩም ዋላ ብሰብዓ ኣነ ኩሉ ምስ ህዝቢ ፍልስጤም ተዘናጋፃይ ንኩሉ ግዜ ዝኸይድ ዝነበርኩ ግን እዛ ሕጂ ዝተገብረት ትብላ ዝኾነ እዛ ሕጂ ዝተገብረት ነቱ ኩሉ ታሪኻዊ ኣማፃፃ ናይ ፍልስጤም ጠጠው ኣቢላ ኣነ ኣብዛ ሕጂ ዝተፈፀመት እንድሕር ክሪኣ ኮይነ እታ ዝተኻየደት እቲ ብሩታል ኣካይዳ እቲ ጭካኔ ዝመልኦ ዘውረድዎ ኣብ ልዕሊ ነቶም ሰላማውያን ነበርቲ እኳ ደይኮነስ ሰትለርስ እዚ ዓለም ክሪኦም ከሎ እሞ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝኽእል ፅባሕ ንግሆ ብእስራኤላውያን ህዝቦም ኣብ ግምት ኣየእተውዎን ማለት ድዮም እዚ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዕንወት ንመፃኢ 20 ዓመት 30 ዓመት ኣይረኣዮምን ነይሩ ማለት ድዩስ ወላ እሱ ይትፍታሕ ኣነ ሓቂ ሓንጎለይሲ ኣብቲ መሪሕነት ናይ እንደ ክወስዶ ዝደሊ ክርዳእኒ ግን ኣይክእልን እስኪ ቁርብ ምናልባት ብሰብዓዊ ዓይኒ ርኢኻ እስኪ ከተረዳእኒ እንድሕር ትኽእል ኮንካ I'm not trying ወላ ከተረዳእኒ ለኸማንሲ እንድሕር ኖኖ ዝልዕሊ ዓቕመይ ትብለኒ ከምካ it's okay with me thank you ሓፈት أستاذ أمير. اوكي شكرا. السؤال قبل السؤال اول بيشكر الضيف على رصدك للتاريخ والتاريخ مهم واستفدنا كثير من هذه الندوة. لكن أنا سؤالي مسألة إنسانية فقط ليس سياسية. القاعد من خلال ندوتك أو من خلال مداخلتك حتى ذكرت مقابل كل واحد إسرائيلي 100 فلسطيني. هذا كله القاعد ينزل على الشعب الفلسطيني والثمن القاعد يدفعه الشعب الفلسطيني مفهوم. لكن سؤالي هو هل القيادة الفلسطينية أو كمان قيادة الحماس لا تعرف هذا إن الشعب الفلسطيني أو كمان شعبه حيدفع هذا الثمن؟ وهذه كمسألة إنسانية ما قدرت أتفهمها. هل هو يعتقد هذا هو هل يعتقد هذا هو يوصلهم للهدف إنه شعبهم يدفع الثمن؟ ده هو مختصرا في سؤال. شكرا. شكرا أستاذ أمير. طيب أستاذ فتحي خليني أعطي فرصة لأستاذ زين بالمرة ترد عليهم ولا ترد واحد واحد؟ خلينا أرد على هذا. أوكي تفضل. أستاذ عقباي سؤال جميل صراحة، سؤال مهم. حقيقة أنا في أثناء كلامي يمكن هذه في الترجمة يمكن أنت ما سمعتها وكذا قلت إنه يعني حماس ما هي أصلا ده صراع سياسي وعسكري وفي الأخير زيه زي أي صراع لو جنبنا كل الأشياء الجانبية هو صراع بين إرادات سياسية وعسكرية وله استراتيجية. يعني أنا نفسي سألت يعني أثناء تقديمي له هل حماس يعني تتوقف لتتساءل عن جدوى العمليات التي تعملها، وخاصة عندما تكون يعني العملية الناتج بتاعها يعني خسائر بشرية كبيرة. تمام؟ خسائر بشرية كبيرة. سؤالك هذا مهم. أنا أذكر يعني حتى لاعتبارات مختلفة، يعني مش أنت فقط اللي بتسأل السؤال هذا، حتى ناس كثيرة بتسأل السؤال ده. يعني قاعد تقول يا أخي الناس هذيل إذا كان هم يعني بيقوموا بعمليات كده والرد الإسرائيلي بيكون عنيف، فهم هل يعني ما شايفين اللي قاعد يحصل على شعبهم وكذا؟ يعني هل هذه هي الطريقة الأسلم للمقاومة إذا كانت يعني اعتبارها مقاومة لكل أنواع التعسف وكذا؟ في سنة 2008 عندما حصل عملية الرصاص المسحور، هذه عملية إسرائيلية أيضا كانت مشابهة لهذه ولكن بمدى أقل. يعني وزير الخارجية المصري قال لحماس يعني
يعني قبل تطور النزاع أحذركم أنه العواقب ستكون وخيمة على الشعب الفلسطيني. الآن يعني السلطة الفلسطينية بصرف النظر عن مواقفها السياسية وكذا، يعني هي طبعا تعتبر نفسها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتعبر عن ذلك في المحافل الدولية، على اعتبار أن السفراء وكلهم أساسا ممثلين يعني للسلطة الفلسطينية في الخارج. يعني تتساءل عن جدوى هذه العملية التي يعني تقوم بها حماس وكذا. ويعني هي لا يعني الآن بعض الفلسطينيين يقول لا نضع المقاومة على جنب، ولكن يجب إعادة النظر، خاصة وربما كانت العملية نفسها يعني الإسرائيلية الهدف منها إيصال الفلسطينيين أيضا شعبا ومقاتلين أو كذا، وحماس يعني بالتحديد إلى هذه القناعة. يعني فهي يعني أسئلة أعتقد أنها في زمام المشروع، يعني في أنه يعني ما يحدث الآن من أضرار نتيجة هذه الأشياء يعني فقط من باب الاستراتيجية ومن باب الفوائد والمحصلات والحساب السياسي المبني على المكاسب والخسائر، وحتى يعني على الحقوق، يعني لأنه إذا ضاع أصحاب الحقوق فمن يطالب بها يعني. فأعتقد أن ليست لدي إجابة، لأن هذا السؤال يوجه لمن لكن يظل سؤال يعني سؤال مشروع ويطرح على أكثر من مستوى. يعني أعتقد أنه طرحك له يعني مقبول جدا، يعني ما في خاصة بالنظر إلى الصراع وتداعياته وما يحدث فيه يعني. تفضل أستاذ أمير. اوكي وإذا حتزي قداس حتيو نعي أقدم كافتي فلما إلى نيرة فلما مجلسي بركة مرحتي فلسطينيان حفشاوي بفلاي كان حماس نزو قدايزي حسبهم كله ويكا خبلهم كله نزي واقع زخفلو حزبهم كي أبقمت تيوم دو خونو قلن زبل كام حطو ولافتي حاتيتين نيرة معلت ويكا قريبة إلى نيرة كابزي تبقيس كاخترين كلها زي حطو زي أقداس حطو يو زي حطو ببزحات زي حتاتيو معلتي ولا بكل تشحن شومن تنزنبره ዝተረኸበ ወፃኢ ሚኒስተር ናይ ምስሪ ንገዛእ ርእሱ ክንደይ ሕቶታት የቕርብ ነይሩ ህዝቢ ዋጋ ክኸፍል እዩ ገለ ዝብል ማለት እዩ ኮይኑ ኣብ መጨረሽታ እቲ መሪሕነት ናይ ፈለስጢናውያን ሓፈሻዊ እቲ ንሱ እዩ ሓደ ወካሊ ነቲ ሕብረተሰብ ንሱ ኣብ ግምት ከእትዎ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ እዚ ንገዛእ ርእሱ ዋላ እስራኤላውያን ትገብሮ ዘላ ግፍዒ እዩ ክንዲ ዋጋ ዝኸፍሎ ዘሎ ፈለስጢናውያን ንገዛእ ርእሱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ዘወስድ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ዓይነታት ሕቶታት ክሓትቱ ከለካ ነቲ ዝደለዮ ዕላማ ክበፅሕዎ ክእሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ሕቶ ንገዛእ ርእሱ እንድሕር ኣብ ህዝቢ ወይ ከዓ ህልቀት ናይ ህዝቢ እንድሕር ዘሎ ኮይኑ ህዝቢ ዘይብላ ሃገር ክንታይ ክትከውን ትኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ ነዚ ሕቶታት እዚ ኣነ ክምልሶ ኣይክእልን ብዝያዳ እቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘፈፅምዎ ዘሎ ወይ ከዓ ሒዞሞ ዘሎም ንሳቶም ምንታይ ስትራቴጂ ምንታይ ክበፅሕሉ ዝኽእሉ እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣገዳሲት ሕቶ እያ መልስኻ ንባዕለይ ከዓ ክምልስ ኣይክእልን እየ ትብል እያ ማለት ሽክረን شكرا أستاذ أمير. طيب آخر فرصة أنا إضافة بسيطة ممكن في الترجمة ما كانت موجودة، هو موقف السلطة الفلسطينية وبعض الفلسطينيين في الضفة الغربية من يرى أن هذه إطلاق الصواريخ يعني غير مجدي وتكاليفه كثيرة، يعني هذه ما موجودة في الترجمة بس لو اوكي شكرا استاذنا هو اتيا زي ما ترجمت كا حنت الله مالتيو نسو بتي فتح وكاتي اب ضفه غربيه زلو سلطه وكا مرحتنا فلسطين
زي حتتات كأي حتى يوم مالتي واقع كفلي هزبنا زخلو واقع زخفلها زبل حتتات كأي يقربوا يوم وتوسخيت ونحن تذكرها نسو زكاية زلوسني بوليتيكاون وتهدراون كل نجارات بقمة أتيقا مصنعت غيركا زقبر زلو وقئيو عماس كأني انتاي عينت تقامات أبلع الحزبهم ديوي أبلع لهم كورد مقانو كيف ولطو ويكيت نعوز أتو أي مثلا يبل بخنياتو نازي وقئوي نزقوانا يكون سقوم تتوسد كاللقاسي بكل شنقاته والتهدرة وكون بوليتيكاوي كم جبر ملسي انتايك متسكا اكساب كنديون أبلعلي هزبقا بدلات في التساميسي أبقمت أتيخات أتو إمو نزون كي قموتو ويكي يتصنعو أتو أيولين يلو Thank you. آخر فرصة بعطيها الأستاذ زين وبعدها حنستمر احنا كنقاش وبرضه حنعطي مجال في البداية الأستاذ عقباز دبوس وحتى نسمع رأيه ونكمل في النقاش إن شاء الله. قد سئلنا نحن أنا مجرش عدلنا أستاذ زين كهوي أنا احنا جن كنقصلينا مخنياتنا يطعن وقداي دأمبر أرستي أقداسيو دحر زين قاشانا مسفانا نخاني بتاعي عقباز دبوس عدل كهوي نسون بزعبات دوتو بيان سلمتا يوم تي مرقص توسيدهم كبرهالنا يو تي مميات نخا قصال خوني. تفضل أستاذ زين عمر. شكرا أمينو وشكرا لحوار الوعي المشترك على هذه الندوات القيمة وشكرا للصديق والأخ العزيز الدبلوماسي والكاتب الإريتري والمفكر الإريتري فتحي عثمان على هذه الوجبة الدسمة وهي كانت عبارة عن قراءة للأحداث من داخل إسرائيل ودي طبعا مقاربة جميلة جدا يعني من مفكرين وكتاب إسرائيليين وآرائهم حول هذا الصراع. أنا فقط بس حبيت أعلق على 3 نقاط وأتمنى كمان الأستاذ فتحي يعلق على كلامي يعني. أولا باعتبار أنا كنت من الناس اللي درسوا في الشرق الأوسط وقريب من التنظيمات الفلسطينية، فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم تكن هي اللي كانت يعني ضد حق الشعب الذي في تغيير المصير واقتربت من إثيوبيا وكذا. الجبهة الشعبية في البداية اقتربت فعلا من نظام منغستو، ولكن بعدها تراجعت ومسكت العصاية من النص. يعني انتم تقدمين ومنغستو تقدمي ولازم تتفاهموا يعني. لكن الأكثر تطرفا كان من الفصائل الفلسطينية كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللي كان يقودها نايف حواتمة. وأنا أذكر في 77 لما بدأت الثورة التي تحرر المدن كان عندهم مجلة اسمها الحرية كتبت مقال تدين فيه الثورة الإريترية وتعتبرها رجعية وعميلة في يد الإمبريالية وفي يد الأنظمة الرجعية العربية وعلى رأسها السعودية ومصر والسودان وكذا. والمقال كان بعنوان هستيريا تحرير المدن، واعتبر هذه مجرد هستيريا والإريتريين حيقمعوا وحيتراجعوا كذا. وكان مواقفهم متطرفة حقيقة جماعة نايف حواتنا الجبهة الديمقراطية تحرير فلسطين. فبس حبيت أعلق على هذه الجزئية من المسألة يعني اللي علق عليها أستاذ فتحي. أنا في رأيي الموضوع تطرقت أنت أستاذ فتحي لعبد الوهاب المسيري كمفكر. يعني أنا أعتقد واحد من اليسار العربي اللي بعدين لحد ما يعني كان عنده مزج من اليسارية والإسلام، اللي طرح أو اللي تحدث عن مشروع الدولة الإسرائيلية أو الدولة العبرية يعني. وأنا بتفق مع كثير من الحاجات اللي طرحها هو. فالمفكر عبد الوهاب المسيري يقول إنه إسرائيل هي دولة استعمارية إحلالية توسعية. التعريف ده دقيق جدا. هو يعني دولة استعمارية لأنه أصلا إسرائيل ما كانت موجودة إلا سنة 1948 وهي تعتبر رأس حربة لمشروع استعماري في الشرق الأوسط يعني. ودولة إحلالية لأنه بتجيب شعب ما كان شعب كان موجود في الأرض يعني. وتوسعية لأنه ما عندها حدود. الدولة الإسرائيلية إلى يومنا هذا ما معرفة حدودها يعني، كل مرة تتوسع يعني.
مش فقط ضد الفلسطينيين، حتى ضد السوريين في مرتفعات الجولان الى يومنا هذا مستعمره والحقتها وضمتها، يعني مزارع شبعه في لبنان. يعني النتيجه هي انه الدوله هذه دوله ما عندها حدود، ما عندها فهم لنفسها بشكل دقيق، وما عندها اي زي ما يقولوا تقيد بالقوانين الدوليه. اكثر دوله مستثناه من الالتزام بالقوانين الدوليه، ودوله ما عندها زي ما قلنا حدود، وبالتالي عندها آفاق توسعيه. بالاخير حول كل هذه الخصائص، حولت الدوله الاسرائيليه الى دوله بتاعت ابارتايد. اليوم عندنا دوله يعني ما بتعترف الا بالعنصر اليهودي اللي ساكن في داخلها. العنصر المسلم والعنصر المسيحي العربي الفلسطيني هو مواطن من الدرجه الثانيه، سواء كان في ارض 48 او في ارض 67 يعني. فبالتالي هذه الدوله الحل بالنسبه لها هو تفكيك هذه الدوله الاستعماريه الاحلاليه التوسعيه العنصريه، واستبدالها بدوله ديمقراطيه يتساوى فيها الجميع، هو الحل. يعني انا اعتقد للفلسطينيين حيقدروا يبنوا دوله هزيله في الضفه الغربيه وقطاع غزه، ولا الاسرائيليين حيقدروا يستمروا في القمع الى الابد يعني. هذا الصراع هو صراع ديموغرافي اكثر منه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي. يعني المكونين الديموغرافيين دول يعني حالة الصدام بيناتهم قاعد تنمو كل مرة، وتحولت القضية الفلسطينية يعني الآن بالطرح اللي موجود إلى قضية إنسانية. يدخل لهم أكل ما يدخل لهم أكل، نديهم كهرباء ما نديهم كهرباء، نديهم موية ما نديهم موية. This is not the issue. هذه ليست القضية. يعني هذا كله زيف وتحايل على الشعب الفلسطيني، وعلى يعني القضية برمتها، يعني على تاريخها، كيف خلقت هذه القضية. يعني بصراحة المسألة بتاعت إنهاء هذه الدولة الاستعمارية، في فترة من الفترات كان العرب يطرحوا إنه حيمسكوا الإسرائيليين أو اليهود وحيرموهم في البحر. لا يستطيع العرب أن يفعلوا ذلك، ولا يستطيع الفلسطينيين أن يفعلوا ذلك، ولا الإسرائيليين قادرين على تذويب هذا الشعب وإنهاؤه وقتله وتشريده، وبالتالي يناموا مرتاحين يعني إلى أبد الآبدين. هذه حلول غير منطقية وغير إنسانية وغير قابلة وغير مستدامة هي، وغير قابلة للتطبيق يعني. وبالتالي أنا في نظري أستاذ زين بالله اختصر، لأنه ما عنده وقت والله، عذبناه معنا. امين. انت بنفس القدر تكلمت، فاديني فرصه معلش. فانا بعتقد القضيه الى حد كبير جدا يعني جوهره ما قاعد يناقش، لاسباب مرات يعني بتكون في مجامله سياسيه وما ادري كيف. انا في رايي الدوله الاسرائيليه القائمه حاليا هي اخر من تبقى من الاستعمار في المنطقه. لازم ينتهي هذا الاستعمار، وشكرا. شكرا أستاذ زين. طيب آخر فرصة كانت لأستاذ زين وأستاذ فتحي، بعطيك فرصة للتعليق. قبلها بس نترجم باختصار أستاذ أمير. ممكن يترجمها باختصار بنفسه. وي بعلوني بعلخ أنا خسر رواية تنزل يكون حسابات بحسب زبالة خسر قمك في التنية. قدامي لقر كرمز دول هو أني حزبه جنبار حرنة فلسطين ودحري دما ديمقراطية جنبار حرنة فلسطين زبهرو كلتي سجاماويان والدبات نيرو مابتي أنا أب سوريا زنبر كل جيزي هم هار كله حجي خابزيون كلته والدبات أب أذكرنا يحاو فتح أب حزبه جنبار ينيرو حزبه جنبار حرنة فلسطين أبتم مجمارو درجيم سوشياليزم قال مس دقت مسكبر ويد ما مس عوجة كده ناقصي جميرهم كده حراي أنسحبهم. أنا بستخاطة القوة سبوا قريه تخاطة اليوزو قدايزي أنسحبهم تا بتري زي ما يقولوا كانوا ماسكين العصا من النص يعني كمزي كلتهم بصوتنا هم كلتهم تقسقسيهم حجز قدايز بعدهم تفتحوا لكم إريتراويان إثيوبياويان زبل مرقز حيزهم خوري جميرهم جن توم ناي بجورج حافظ من روح مالتي توم بنايف حوات ما زم روح زنا برد ما ديمقراطية جنبار حرلة فلسطين
እሶም እዮም ሕሉፍ ሰጋማውያን ዝነበሩ ኣብቲ ግዜቲ ንኤርትራውያን ኮኒኖም እስኹም መሳርሕቲ ወይ መጋበሪ ናይ ሃፀያውያንን ናይ ጽዮናውያንን ናይ ስዑድ ዓረብያን ናይ ኣድሓርሓርቲ ስርዓታት ናይ ጋልፍ ኮንኩም ተሪፍኩም ኤርትራውያን ኢሎም ክኹንኑ ጀሚሮም ንሰውራ ኤርትራ ብጣዕሚ ጥሩፍ ዝኾነ ወይ ድማ ኣኽራሪ ዝኾነ መርገፂ ነይርዎም በታ ኣነ ዝተኸታተልክዎ ካብኡ ሓሊፍና እቲ ፕሮጀክት ናይ ሃገር እስራኤል ኣብኡ ብሓቂ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ኢለ ተዛሪበ ማለት እዩ እሱ ድማ ሓደ ንዕኡ መለለይ ናቱ እንታይ ይብል ሓደ ወዲ ግብፂ ምሁር ወይ ቲንከር ዓብደልዋሃብ አልመሲሪ እቲ ኮሎኒያል ትግርኛ استعماري انتي قرماي مجزعتاوي اب احلالي دما ناي حدا بوتا ناي حدا حزبي بوتا وسيت كان خالص كتنبرلو دحراي دما اسفحفاحي بدوب زي امن سرعاتيو يلو يغلصو انا يسمعي مسؤ انت دعرينايو نفلسطيناويان تراي ايكونو وسيعو ولا مريت كاب سوريا وسيدلو مريت كاب لبنان وسيدلو بدوب زي امن سرعتات يوم نيروم اب فلسطين اب اسرائيل سلازي نزي خمسه امثله سرعات زي بشمخ بتي ناتو طبعي كتسمي كتكلا لك الى يقولصو مالتو سلازي مجزعتاو سلازخوني قداماي نجر دحراي دما كمزنا بلي ابارتايد عينت عليتاوي سرعات تلويط للومي بإسرائيلاويان ببزحات دك يهود زبحال نجار يزي أنا كون كوز بلوز الله بزحات زسمعوا له قداي بس كوينو للومي أبزل لنا يا مدرخ سلازي نزي خمسة عم السلة سرعاتي إذا مجزعتها وسرعات ديسمانتل كخون اللو حجي قدم تايب لنا عرب ويدما فلسطيناويان نظام اسرائيلاويان نظام يهود حزنايم ابحر خندربيو مينا بلي تحرخ نو وسينا كمز بحال يلا اندح حجي እዚኦም ኣብቲ ቦታ ዘለው ደቆም ኣብ ዝተወልዱ ኣብ ደርቢኻዮም እቲ ጉዳይ ክውዳእ ኣይክእልን እዩ እቶም እስራኤላውያን ድማ ንፈለስጤማውያን ኣሕቂቆም ከምዚ የለው ክቆፅርዎም ከምዚ የለው ክገብሮም ኣይክእሉን እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ ዝውዳእ ጉዳይ ኣይኮነን ነቲ ብመግዛዕታዊ ኣሰራርሓ ዝተሰርሐ ሃገር ኣፍሪስካ ሓድሽ ሃገር ብዲሞክራሲ ክልቲኦም ክነብሩሉ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ መሬት ti demographic location ናይ ፍልስጤም ታታቲዩ ስለ ዘሎ ኣዕራብ ኣብትለው ይሁዳ ኣብትለው ኣይከኣሉን ሎሚ ነዚ ዘሎ ደውላ ነዚ ዘሎ ሃገር ኣፍሪስካዮ ከምዚ ናይ ክልቲኦም ክትገብሮ እሞኸ ክልተ ናይ ፍትሑስ ክልተ ሃገራት ኮይኑ ኣይረኣይን ንዓይ ببوليتيكاوي عين خطريون ترى اخرين كهم يزبال حجي to state solution يزبال ግን to state solution I don't think it will function كسرح يكلنيو زبل امنيت زلني له سلازي نزي زلو مجزعتاوي سرعات نزي زلو حزبي بوتا حزب ختمسي نزي سئلك ملو مواعلك تسفحفح او سمسرته سرعات كتحنس أي كألنيو أبزل لنا يوان نكب 4 شمونتين كسب سرعات سمانات أقل قلوهم ولا حسب ساعات أقل قلوهم جند حرج أقل قلوهم أي كألنيو سلازي نزي زلو هاجر أفريسكا حد ديمقراطية وسرعات هانيسكا كلتي أحزاب حنسب بسلام كنا بقول زخيل هاجر تزي كوينو بسلام كلتيهم كنا بري كلونيوم أبزي بتعمي دروت زخونة جغرافياوي هاجر لوكيشن هذا في التحذيرية عني ديمقراطية وسرعات كهنز مجزعتاوي التحساسبة خفرس عادتاوي التحساسبة خفرس مسفح كترف حزبي أبوت حزب مسيحة كتسفن كترف زخون يهوداوي لهم يخب ملع على مسيو صباحيتها زي الناس وسدلو التودع هاجر بأشحات عمتات عبت هاجر زنبري تحريمه خلو سرعة يكون نزخم زعم السرعينة سرعاتي ليه يقول صفتيني مالتي ويغني لي شكرا يغني لنا استاذ زين اوكي استاذ فتح عثمان امين انا نيشتي ابتانا فتح عثمان زعبا بالفور
وكدام بالفور حنتي كلتا بك قمت إذا لي حسابيو نتيناتو حساب انتزيب بالاشي وصن مدل دالو سلازي عدل انت دا يبقاني ده يعني وتصحو خيهلي له مخنيات خلت ساعات يدو الناس يبقى اللي يخوني استاذ فتحي ما في مشكلة عم أنا قرماي طلباتك أوامر. ممكن تتمدد برضو وانت تسمع بس انا اتمددت وجيت رجعت. والله أنا محصور ما أقدر أتمدد، بتمدد بعدين. يلا ما في مشكلة اوكي. كبر حو فوزي فتحي بزعبة بالفور تزاريبون وي كدام بالفور مني بالفور بالفور أبشحن شعة 110 شوعة أبتي وان توقع زنبر اللو قدما يوقع علم ناي عباي بريطانيا ناي وسعى قداي منستر زنبري نسو بزهابا ملأختي حانت هاجر نناي كالوت هاجر النت التسلب التوسع هاجر كتمسرت تخيلو امبار بالفور انتاي غيرو ابشحن شعة 110 شوعة نتوم عباي بريطانيا زنبرو عبيتي ويحافاتم صيوناويان يهوداويان ناتاتهم هاجر نختهلوهم حتو وي زملكت ملأختي هبوهم إذا ملأخت ذكهبهم انكرلو نعتاتهم حليو وي وين نساتهم قبلو أبزانا يلوم إسرائيل هاجر إسرائيل نختهلو زي كونه أبتقوانتي أب كلا أي وقع علم كم تفلتوا أمريكا أب كلتي وقع علم دو يا أتيا دحريو خاء قدام بساعة وسط سلازي أي أتوتن نراتو أب تقوانتي بتوق سلازي نعتاتهم لازم الاختزين نزل تصفاتات زم بمهابن نساتهم دمان منقست أمريكا أتوم أمريكا زلو أيهود سالوتي سيوناويان نمنقست أمريكا كدفاف وامو أبقوني عباي بريطانيا أبتناي قدماي وقع علم دو نختبل زتقبرأي نيرو سلازي نسوم أمريكا أبقونهم كوينا دو إلا ونتاتهم دحان كون كاب ناي نازي قوبتا نخدحنو قنكا بمثل ناي كالوت أحزابن بمثل بمطفع مثل ناي كالوت أحزابن نيرو سخا أب إسرائيل كتكون سلا زحاتو لتا منقستيا وسوين أب كال مخنياتات تمركزهم كخوني كله أب بلوي كيدان أب كمزي أزا مسألة هذا كتلوكم يا زبل قلت قصتات على سلازي كمزي لي مسين بار بالفور سلازي بزح جزيه كيدان بالفور ديكلاريشن كتبهال نسمعينا جن كلها تكون تفلتوا تخونا ني ستايز أكليو سلازي كمزي لو زمسي تهانسي هاجر كابون نيو كالو صيوناويان اتوم ناي بحق ايهوداويان ابتو نايت بوتات تولادو زي كونو كاب كل هاجرات عالم كاب روسيا كاب اوروبا كاب امريكا اخاخيبكا اب تحتي صيوناوي التحساسبان قالن امسي كان غزعلسو كله كرادادان كتحسا كم حزبي اكيبكا حزب تقبر امه تقبر ايتخلني خا جن اب تحتي هيبرو وي الدولة العبرية وي دولة يهوداوي دولة تحت زبل كم زيلهم تاش مسلازي نزيئة ناي بالفور ديكلاريشن وي مني بالفور أبتاناتو قال انت تملأتي ليسلدي بالاختصار لما قلت لماذا نحن نتحدث عن وعد بالفور ومن هو بالفور؟ بالفور كان وزير خارجية بريطانيا في عام 1917 وهو الذي كتب الرسالة لليهود الموجودين في بريطانيا ويحدثهم ويقول لهم أن يكون بريطانيا سوف تساعدهم أن تكون لهم دولة يهودية أو دولة عبرية في فلسطين وهذا لم يكن لسواد عيون اليهود اللي كانوا عايشين في العالم ولا في بريطانيا ولكن كان يريد أن يتوسلوا لهم لدى الحكومة الأمريكية أن تتدخل إلى جانبهم في الحرب العالمية الأولى وتنجيهم من ويل من الدكتاتور الكبير ولا نسميه ما شئنا اللي هو
هتلر، وبالتالي هذا كان السبب. ولكن كانوا يريدون البريطانيون أو يريد بلفور هذا الوعد، أعطى هذا الوعد لإهدار حقوق شعوب أخرى، وكانت لسوء الحظ الشعب لسوء حظهم الشعب الفلسطيني. فهذا هو وعد بلفور، وكيف بدأ ولماذا وكيف، ومن الذي حتى الحكومة البريطانية في البداية يقال أنه ما كانت متحمسة لهذه المسألة، لأنه كان بلفور اللي طرح هذه الفكرة، ولكن في النهاية لقت من يتقبلها ولقت طريقها، وأوجدت هذه المعضلة أو المشكلة اللي ذكرها الأستاذ فتحي عثمان، إنه هي متشعبة ومن الصعب يعني أن تجد لها مخارج، وهي متشابكة ومتداخلة، منها الديني، منها الطائفي، منها السياسي، منها المصلحي، ومنها السياسي. فهذا ما حبيت أن أضيفه، وشكرا. شكرا لك أستاذ قرماي. ليش أنت أمين كان الدناجر من تنيش ما يصير معي كذا ما يقعلم هتلر موقع أمريكا تاعي لموني هتلر عين نايم الدناجر قداي استرابا ناي جزء هتلر عين بران كذا ما يقعلم سوري قد ما يقعلم دي خلا يقعلمي وانا نوع بالفرطة كذا ما ينيرو هو صبغ على خاطب تقبلها جمال يا خلاص كيدنا قرو هو شكرا استاذ جمال، شكرا استاذ قرماي. تفضل استاذ فتحي. شكرا استاذ قرماي. ابدا من النقطه اللي انت ذكرتها، هذه اضافه مهمه على اعتبار انه هذه يعني في علاقات الدوليه يمكن يؤرخ لهذه الفتره او لهذا الوعد انه هو سبب المشكله. نقطه يعني فيها مفارقة، يعني بارادوكس، يعني زي ما تقول، اللي هي بريطانيا عطت الكونغرس اليهودي أو المؤتمر اليهودي بقيادة تيودور هيرتزل فكرة أن يكون الوطن اليهودي أو القومي لليهود في أوغندا، يعني أو في المنطقة بين أوغندا وكينيا، يعني أرض الماساي وكذا. والمؤتمر اليهودي رفض الفكرة على اعتبار أنه المنطقة يعني حنكون غرباء فيها بلوننا الأبيض وكذا، وسط سكان من السود، وبعدين البلد أصلا الغارة متخلفة إضافة إلى الأمراض وكذا يعني. فتصور بالله لو كان الوطن اليهودي هذا قام في هذه المنطقة، إيش يعني بدل ما كان صراع إسرائيلي عربي، يعني كان صراع إسرائيلي أفريقي. يعني يجب أن نفتح كمان النافذة بتاعت الخيال بتاعنا على أساس إنه نشوف البدائل أو التاريخ اللي ممكن المفترض، ما يسمى بالتاريخ المفترض. هذه النقطة تسوقني إلى الأخ الزين. شكرا لمداخلتك يا أخ الزين. يبدو أنك أنت يعني من باب الممازحة يعني قد تؤمن بفكرة الغزافي ببناء دولة إسراطين كما قال، التي تضم الفلسطينيين واليهود في وطن واحد يتمتع فيه بكل الحقوق. أو إن لم يكن فما بعرف أنا ما تقترحه أنت لزوال هذا الكيان أو هذه الدولة، أنا ما بعرف يعني، خاصة أنك قلت أنه إلقائها في البحر سنة 48 أو غيره، أو تهديدات جمال عبد الناصر لم تجدي في هذا الوضع. على كل يمكن مناقشات أخرى تساعد على إبداء وجهة النظر في هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتنا، يمكن المنصة اللي كنا فيها والمناطق اللي كنا فيها مختلفة. يعني أنت كنت يعني في الاتحاد العام لطلبة إريتريا أتوقع في تلك الفترة، وأنا في الاتحاد الوطني الجبهة الشعبية. وكانت المشكلة فعلا يعني في بداياتها زي ما أنت ذكرت إنه الجبهة الشعبية فتحت مكتب في أديس أبابا، وربما تراجعت لاحقا
ومسكت العصا من النص، ولكن أنا عارف أن العلاقات بين التنظيمين أصابها البرود أو الجمود وكذا، نتيجة أنه فتح المكتب أصلا في أديس أبابا، وحتى بعدها جاء الموقف بتاع أنه يجب أن تحل كذا، لأنهم أخذوا الخطوة التكتيكية الأول أنه يفتحوا المكتب. بعدين أعتقد من ضمن شروط فتح المكتب كان تعبير عن موقف محدد من القضية الإريترية، ثم جاء هذا الموقف. وربما خلفياتنا التنظيمية وأماكن تواجدنا في الشرق الأوسط أيضا اختلفت، ربما لهذا السبب اختلفت وجهات النظر. ولكن في الحقيقة أنه نعم، يعني هذا ما حدث كما ذكرت، وأنا أعتبر أنه كلامك إضافة لما ذكرته. نقطة أخيرة أستاذ أمين، أنا في الجهاز حقي هنا ما في كيبورد بتاع عربي، في أحد الأخوة يعني أرسل سؤال، وهذا السؤال يعني كرره أكثر من مرة ما قدرت أرد عليه. فهو قاعد يقول بناء على عنوان الندوة التي تتعلق بمواقف الإريتريين المختلفة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هل من الواجب أن نعلن موقف حول هذا الصراع؟ وإذا كان لابد من اتخاذ مواقف محددة أو مختلفة، على ماذا يجب أن تبنى وعن ماذا يجب أن ننطلق لكي نختلف في الآراء كإريتريين؟ هل من انتمائنا الديني أو الثقافي أو منطلق الحقوق أو العدالة أو منطلق إنساني؟ هذا السؤال يعني كرر أكثر من مرة، فأحب أجاوب عليه على أساس أنه ما نضيع فرصة الأخ. هذا يعني سؤال عام. الموقف الإريتري لما نقول يعني كل شخص لديه رؤية تختلف. يعني الآن الأخ زين شوكاي كان يتكلم من موقف حول علاقة الثورة الإريترية بالقضية الفلسطينية. هو كان في سوريا وكان في جبهة التحرير الإريترية، الاتحاد العام وكذا حسب افتراضي يعني، وأنا كنت في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في الاتحاد الوطني لطلبة إريتريا في دولة الكويت. مشاهدتي للموقف ومشاهدته للموقف ومعلوماته ومعلوماتي وكل هذا اختلفت بناء على ما يعني وجود كل شخص، وهذا شيء طبيعي. أعتقد أن الإريتريين ما يمكن أن تضعهم في قالب واحد، وأنا لا يعني أؤمن بوضع الناس في قوالب واحدة من أجل أن يحددوا مواقف من قضايا، سواء كانت هذه القضايا داخلية أو دولية. يعني كل شخص يتخذ الموقف المناسب الذي يراه وفقا لخلفيته الدينية والفكرية والعقدية، وهذه يعني حتى لو حاولت أنت تعمل حاجة غير كذا مش حتنجح أساسا. فلذلك خليك مرن تجاه هذه المسائل. واحد، يعني ما ضروري إنه الناس كلها تقف مع هذا أو مع هذا أو كذا. أنا ما يعني هذا بعض الأحيان تلقى شخص يعني يناطح في أشياء يعني تستغرب أنت، لكن في الأخير هذا رأي وهذا شيء يعني يخصه هو يعني. فجمع الناس في قوالب واحدة هو ما قاعدين نتهرب منه أصلا يعني. ثانيا، في نقطة مهمة يجب أن يدركها الكثير من الأخوة والأخوات عندما نتحدث من موقف إريتري. الموقف الرسمي للإريتريين هذا موقف مسؤولية. يعني أنا أرى أن الإريتريين يجب أن يستولوا على يعني حريتهم وسلطتهم وبلدهم لكي يكون لهم رأي في كل شيء في قضاياهم الداخلية والخارجية. إذن التغيير هو الأول قبل الأشياء الثانية. هذا إذا كان الموقف جماعي ودولي، يجب أن نفكر في التغيير أولا، تمام، ويجب أن نمتلك أدوات التغيير ونملك بس هذا لا يمنع أنه لا يكون عندنا رأي، ولكن هذا الرأي سيكون مشتت حتما. لكن إذا رجعنا إلى موقف رسمي، أعتقد أن المواقف الرسمية يجب أن تحدد دوما، تمام، بناء على استئلانا على امتلاكنا لزمام مصيرنا أولا يعني. وأتمنى أن لا أكون مخطئ في هذا التصور. وفي الأخير أقدم شكري لكم جميعا، وأؤكد أنه النقطة اللي ذكرها الأخ زين أنه هذا الصراع لن يتوقف هنا، وهذه الدماء للأسف لن تكون هي آخر الدماء. بالعكس، هذه جولة من جولات الحرب، ويعني مؤسف أن تكون المؤشرات يعني الناس تزرع
الأسباب للجولة الأخرى. وهذا ما يحدث الآن. الصراع الآن يتجه نحو زرع أسباب لجولة أخرى من الصراع. يعني لذلك إمكانية الحلول السياسية وكذا، حل الدولتين المطروح هو the best you can have for the time being، يعني لأنه هو so pragmatic، يعني هو حل يعني ما يمكن العمل عليه الآن وسط هذه الفوضى الكبيرة، يعني لأنه البدائل الأخرى تكاد تكون مستحيلة وكذا. على كل يعني ما يؤسفني، يعني أنا بناء على ما كنت أقول أنه أرى أن هذه الجولة وفقط، أن الجولة هذه ستنتهي بشكل من الأشكال ويروح لها ضحايا، وستكون هناك جولة أكثر دموية وأكثر كذا. لست أدري يعني إلى أي مدى يمكن أنا، لكن في كل مرة من جولات الصراع يعني يكون مؤسف وضحاياه أكبر، وفي نفس الوقت يعني المصاحبة له، يعني الأفكار المصاحبة له تكون أسوأ، لأنه هي لا تخدم أي فكرة للتعايش أو للسلام مستقبلا للأسف الشديد. وأتمنى أن تخيب توقعاتي، وأخيرا أرجو أن أكون قد كنت مفيدا يعني لكل الأخوة والأخوات الذين أمضوا كل هذا الوقت معي، وأتمنى أن يعم السلام ليس فقط يعني الشرق الأوسط، كل المناطق تشهد سلام، والإنسانية محتاجة، يعني محتاجة الآن، يعني الناس يعني يكفيها مواجهة بعضها البعض وهي يعني تحاصر ببيئة ملوثة وبجفاف وبزلازل فيكفي ما تعطيك الطبيعة من مشاكل، يعني بدل أن تختلق أنت كمان ما يزيد هذا. وأتمنى أن الإنسانية يعني تصل إلى مشارف يعني حياة أفضل وفهم أفضل وتعايش أفضل وسلام أفضل يعني. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ فتحي عثمان. فعلا الندوة كانت قيمة واستفدنا كثير من المحاضرة، ونشكرك جزيل الشكر، ونتأسف جدا يعني كما كنا وعدناك على أساس نخلص الندوة أو بلقائك لفترة ساعتين، بس كنا مضطرين زي ما أنت شفت يعني سحبناك ل3 ساعات. فنشكرك ونتمنى لك الصحة والعافية يا أستاذ فتحي. شكرا لك. تفضل أبو ناصر. شكرا أستاذ فتحي عثمان للندوة الجميلة والإسراء الغيم من الأخوة المشاركين بالحوار، ونواصل إن شاء الله. أستاذ قرماي تفضل. بس كان ذكر شيء مهم الأستاذ فتحي، وأنا كنت برضو أفتش على هذه المسألة لكن افتكرتها. أحيانا الناس تقول إريتريا كانت مرشحة أن تكون الدولة الموعودة للإسرائيليين. سمعته، ما أدري من أين سمعته، ويمكن يكون كلام قيل وغال، لكن في أستاذ قرماي أقاطعك، أنا تعرف نفس الكلام هذا سمعته، إنه إريتريا أيضا كانت مرشحة كوطن قومي لليهود، وحاولت أعمل بحث يعني ريسيرش وكذا، وأعتقد أنها وردت في أحد الكتب يعني، لكن هي بيني وبينك يعني جديرة بأن تبحث يعني. جميل جدا. إذن أوكي. أنت قبلتني أنا وين أنت خنبتنا أنا ذهبت حدا نجر تقيسا نيران السخاء بالفور كميل جميرو كميل معبيلو أم انتهي كبسيحو. سلازي بعد تناي بالفور أنت حساب مسؤول كله أبجل وصوات ويزامتات بتبص رخب كويلون. إرترا حنتي كابتن مرجعات إسرائيل نختكون زتمرسات يعني رايب بحالي له كبر ممهرنا فتح عثمان وين هو إذا زربازي أنا وين سمعيه جينا أب مدلاي أم مفحتار أم مسحتار يزلخون نتحكمتو نمركان يبل سبق مبارن تايز بل حساب قربهم كله أقدموا أوغندا ياخد كونتي حدا بجبط كابز ترخبت حاسبو زنبر إسرائيل أستاذ قرماي ندحن نفان وموني كتصليخا ولا خبت زبلو زنبر مبرهتات محابكم ويقل الراي دنك نفان ووت ناس كان يمجرش قال نعوينا. أوكي تفضل ما تكاين. شكرا أستاذنا. طيب تحياتي وتصبحوا على خير.
تسلم شكرا فتحي، شكرا لك. شكرا لكم، شكرا. تسلم. تحياتي لكل الحضور والسلام. كانك تروح أو تقدر تستمع وأنت راقد كده إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا. تحياتي للجميع. أهلا ስለዚህ እንታይ ዝብል ነይሩ وسهلا. ኣብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ለስታይ ዝሓስኮ እንታይ ዝብል ነይሩ እቲ ዋዕዲ ባልፎር መጀመርታ ክመፅእ እንከሎ ብድዲሉ እስራኤል ወይ እዚ ሎሚ ፈለስጢን ዝበሃል ቦታታት ኣብኡ ክትምስረት ዘይኮነ ኣብ ኡጋንዳ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ ግን ኣይተቐበልዎን እቶም ጽዮናውያን ወይ እቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ነዚ ሓሳብ ዝቀረበሎም ምክንያቱ ሕብርናን መልክዕናን ምስኦም ስለ ዘይመሳሰል ፀገም ከምፅኡ ካብ ዝብል ኣይተቐበልዎን። ስለዚ እዚ ሎም ምሰሓሓብ ዘሎ መንጎ ዓረብን እስራኤላውያንን ዘሎ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያንን እስራኤላውያንን ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እቲ ኣዜን ዘቕረቦ ልክዕ እዩ ማለት ኣነ ኣብ ብዙሕ ካብቲ ዘቕረቦ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይና ንሪኦ ስለ ዝነበርና ኣነ ንሱ ከም ተማሃራይ ኣብ ሱርያ ኮይኑ ኣብ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ተማሃሮ ማሕበር ይኸውን ኣነ እውን ኣብ ኩዌት ኮይነ ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ማሕበር ተማሃሮ ስለ ዝነበርኩ ስለዚ ከካብ ኩርናዕና ንሪኦ ስለ ዝነበርና ሓበሬታታት እውን ከካብ ኩርናዕና ስለ ንረኽቦ ክፈላለ ይኽእል ይኸውን። ስለዚ እቲ ናይ ቦታን ናይ ኣወዳ ኣሰላልፋን ፍልልያት እውን ፍልልያት ናይ ሓበሬታታት ኣምፅኡ ክኸውን ይኽእል ግን ብዝኩሉ ኣብቲ ዝቀረበ ሓሳብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ርእይቶ የብለይን። ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ብዝምልከት ኩሉ ርእይቶ ኣለዎ ካብቲ ዘለዎ ቦታን ካብቲ ዘለዎ ግዜን ክፈላለ ይኽእል ይኸውን። ኤርትራውያን ሓደ ርእይትዎ ክህልዎም ኣለዎ ኢልካ ካብ እምነቶም ተበጊስካ ካብ ፖለቲካዊ ኣረኣዮም ካብ ኣተሓሳስቦኦም ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ሓደ ባሕቲ ሓሳስባ ክህልዎ ምባል ንገዛ እርሱ ፀገም ኣለዎ። ስለዚ ግን እቲ ዘገድሰና ሎሚ ሃገርን ናይ ሃገርና ስልጣን ኣብ ኢድና እንተደኣሃልዩ ሓደ መርገፅ ክህልወና ኢልና ክንዘራረብ ንኽእል ዝተፈላለየ መርገፃት ክህልዎምን ግን የብሎምን ማለት ኣይኮነን ዋላ እውን ኣብኡ እንተኾነ ሓደ ሃገራዊ መርገፅ ግና ቅድም ክህልወና ብደረጃ ናይ ሃገር ቅድም ዋናታት ሃገርናን ዋናታት ጉዳይናን ክንከውን ኣሎና። ስለዚ ኣብዛ ኣተኲርና ክንሰርሕን ኣብዛ ኣተኲርና ክንቃለስን ይግባአና። እቲ ካልእ ግን ብዛዕባ ናይ እስራኤል ብዝከ ሓደ ፍታሕ ስጋብ ሕጂ ዘሎ ክልተ ሃገር ምህላው ጥራይ እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ ዝርአ ካልእ ፍታሕ የለን። ካብዚ ወፃኢ ኣሎ እንተደኣ ክትብል ኮይንካ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ህልቂትን እዚ ንሪኦ ዘለና ብርሰትን እንተደኣ ዘይኮይኑ ካልእ ከምፅኦ ዝኽእል ኣሎ ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን። ኣሎ ኢልካ እንተተኣፈቲንካ እውን ትክክል ኣይኮነን። ስለዚ ሰብኣውነት ዝጠልቦ ሰላምን ሓቢርካ ምንባርን ስለ ዝኾነ እምነተይ ኣብዚ ዘጠመተ ፍታሕ ናደ ይግብኦ። ካብዚ ወፃኢ ግን ስጋብዚ እዋን እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፍታሕ የሎን እንትርፎ እቲ ናብ ቦታ እዚ ክልተ ሃገራት ጎረባብቲ ኮይነን ብሓባር ክነብራ ዝኽእላ ሃገራት ምፍጣር እንተዘይኮይኑ ካልእ ካብኡ ወፃኢ ኩሉ እቲ ኩነታት ዘርእየና ከንቱ ምዃኑ ጥራሕና ንርኢ ኣብዚ እዋን እዚ የቐኒየለይ ወዲእ ኣለኹ ይብል ኣነ እውን ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ።